أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من نبض الوطن. اليوم قناة الحافظ تبادر بالخير، تبادر بمد اليد للتسامح الدائم بين كل طوائف الشعب، كما علمنا أستاذنا دكتورنا الدكتور عاطف عبد الرشيد. دائما أبدا ما تبادر بالتسامح والاعتذار حتى وإن لم نكن مخطئين، ولكن عندما جاءت دعوة كريمة من أستاذ فاضل وكريم أستاذ مصطفى كامل وكيل نقابة المهن الموسيقية بالمبادرة للخير، بادرت القناة زي ما قلت لحضراتكم، وعلى طول الإعداد الأستاذ مدحت والأستاذ جمال والأستاذ تقي وصلوا الأمر لدكتورنا الدكتور عاطف عبد الرشيد. رحب جدا بوجود الأستاذ مصطفى كامل وبهذه المبادرة الكريمة التي يدعو فيها كل المصريين خاصة الدعاة والفنانين إلى التوقف عن المعاداة وإلى التسامح وإغلاق صفحة 2012 وبدء صفحة ل 2013. أنا برحب طبعا بضيوفي، وأنا ضيف عليه أستاذي الفاضل أستاذ دكتور عاطف عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة القناة ورئيس قناة الحافظ. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، ربنا يكرمك. أستاذنا الدكتور عبد الله بدر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، واحد أبرز الدعاة في العصر الحديث. أهلا بك يا دكتور. هترك لدكتورنا لأنه هو صاحب المكان يرحب بالأستاذ مصطفى كامل، هترك لدكتور عاطف أن يرحب بضيفنا وضيفنا جميعا وكيل نقابة المهن الموسيقية الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا أخ مصطفى. مرحبا دكتور، ربنا يخليك. إذا كنت أنت مصطفى كامل ففي أحمد عرابي وسعد زغلول، ويعني عندنا كل ربنا يكرمك. ربنا يخليك، وإن شاء الله يجعل قعدتنا دي ونيتنا ليها تقعد لنا دنيا في صحتنا وفي أولادنا، وآخرة عند الله في اللي احنا ناويينه بأمر الله، ونخرج بيها لصالح المجتمعي لصالح بلدنا بأمر الله. جزاك الله خير. المبادرة جت إزاي؟ لا أنا بس عاوز لمسة بسيطة بعد الترحاب بالأخ مصطفى. الدكتور عبد الله يدعو لنا في نصف دقيقة، يدعو للأمة والشعب كله. تفضل يا دكتور عبد الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا أحوالنا وقلنا إلى الإسلام قولا جميلا. اللهم قلنا إلى الإسلام قولا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وامحو الضغينة عنا. اللهم امحو الضغينة عنا. اللهم سلم لنا نفوسنا. اللهم نقها من الحقد والحسد والبغض والكراهية، واشرح صدورنا لما تحب وترضى، إنك على ذلك قادر وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين. جزاكم الله خير. خلينا ناخد المبادرة من الأستاذ مصطفى كامل صاحب المبادرة، لأن ده حقك علينا، لأن أنت اللي قلت الكلام ده وأنا نقلته، فكانت المبادرة وبدأنا في قناة الحافظ، وبندعو كل الناس من إخواننا الدعاة ومن الأساتذة الفنانين أن يتواصلوا في هذه المبادرة. دي بداية مش نهاية لكل ما هو خير. والله هو في البداية أنا عايز أقول أنا اتشرفت بمقابلة الأستاذ عزت أيام الثورة. نعم. كنا مع بعض أنا والأستاذ عزت والأستاذ وجد العربي. نعم. وكان لقاء بنتكلم فيه بشكل سياسي، ما كانش ليه دعوة لا بالدين ولا بالفن. نعم. كنا بنتكلم في اللي حاصل ومن سوء إدارة النظام السابق لبلدنا، واللي وصلنا ليه للانحطاط في الذوق الفني والأخلاقي والأدبي والمعيشي وكل الكلام ده. لما الأستاذ عزت كلمني كان لي في مداخله في مذيع من المذيعين، يعني ربنا يسهله، حاول يقحم اسمي في موضوع منصه ومش عارف ايه. لا من غير لا اصل احنا جايين لصالح الدنيا. فزوجتي اتصلت بيا قالت لي خلي بالك بيقحم باسمك، وحد بيقول ايه الفنان مصطفى كامل يجي لنا على المنصه. فاتصلت عليه قلت له انا لا بتاع منصه ولا انا بتاع حد، انا راجل اعي قدر نفسي كفنان موجود، كل همومي هموم حياتي وبيتي وولادي وامن بلدي، وانا مش مع طرف ضد طرف. كان قبل نجاح الدكتور محمد مرسي، واللي هيجي هنقول له ربنا يعينك وربنا يصلح حالك وحالنا وحال المجتمع كله. لما الاستاذ عزت كلمني وبيقول لي نيجي في الحافظ، فقلت له طيب عايزين يبقى يعني مجيء للحافظ لازم يكون مجيء ليه هدف، في عندنا هدف هندور حواليه. اكبر اهدافي قال لي ايه؟ قلت له اكبر اهدافي ان احنا نعمل مصالحه بيننا وبين بعض، عايزين نصالح بعض، لان البلد اسمح لي يا دكتور انا حاسس ان البلد بتغرق
البلد بتضيع مننا، احنا فعلا بنضيع، وكل حاجة عمالة بتبوظ مننا. مش هتحصل غير بان احنا نعمل كده بأمر الله. بأمر كلنا مسلمين مسيحيين، احنا كلنا مجتمع واحد وأرض واحدة. فما كمل أستاذ عزت اللي قال لي هيبقى حاجة جميلة. أنا هتعشم فيك النهاردة كأخ صغير، أخوك الصغير. أنا ممكن أكون أتيت من العلم زي ما قلت لك قبل الفاصل قد كده من علمك الواسع، فهتعشم في أخويا الكبير إن حضرتك اللي تبدأ بالمبادرة التصالح. ونفسي أفتح قناة القنوات الدينية بتاعتنا كلها، ألاقي تذكرني برسول الله عليه الصلاة والسلام، تذكرني بكلام ربنا، تصحي فيا ضميري الغايب في بعض الأحيان، لأنه كل ابن آدم خطأ. هنقل المبادرة للدكتور عاطف عبد الرشيد. برضو رسالتك قبل ما اوصل للرمز. انا عاوز دكتور عبد الله عشان انا جاي للدكتور عبد الله. انا جاي اشيل الشنطه للدكتور عبد الله. انا اسف حتى لو اطيل عليكم، لان انا مش عايز اتهم اي اتهامات. انا لا جاي وكيل انا عن حد، ولا جاي انوب عن حد. انا جاي بصفتي مواطن مصري فنان، بخاف على اولادي، خايف على بلدي جدا لان هي فيها مستقبل ولادي. بعمل عمل ربنا يعاده في بيتي وفي صحتي وفي أولادي وفي ديني وفي عافيتي وفي آخرتي يا رب، عشان ما حدش يحسبها عليا لا يقول مصطفى جاي بيتكلم باسم حد. أنا ما بتكلمش باسم حد خالص، احنا بنتكلم باسم الصالح العام. اتكلم باسم المصريين. اسمح لي يا دكتور، أنا راجل شاعر ومهنتي وتكسبت من الكلمة. امال مصطفى كامل ازاي يساعد الكلمة بأمر الله. احنا ربنا يجعل اللي جواه خير يسمعنا ويتجاوب معنا. إنما أنا مش جاي لا وكيل أنا عن حد ولا مفوض من حد ولا بألزم حد. احنا جايين نقول يا رب، يا رب مصر، يا رب بلدنا، يا رب الخير للي حاصل، لان اللي حاصل مش في مصلحتنا كلنا، عشان ما حدش يحسب علي اي حاجه ان انا جاي يقول لك ده اتكلم باسمنا. انا ما بتكلمش باسم حد، انا جاي المواطن المصري مصطفى كامل المسلم، ابن مصر اللي خايف على اولاده، اللي شايف بلده بتضيع، فجاي اقول يلا بينا كلنا، انتوا شيوخنا واساتذتنا وعايزين نستقي العلم وعلم الله وعلم رسوله منكم. ننتقل لدكتور عبد الله. المسألة عندي ببساطة شديدة جدا، أنني لست كما يعتقد كثير من الناس فظا على الإطلاق ولا معاديا لأحد على الإطلاق. أنت قريت اللي أنا كاتبه ولا لا والله أنا ما أعرف ما في الورقة. نعم. لكن هو في الآونة الأخيرة خلاص تناقل عني أن أنا إنسان فظ، وقيل عني ان انا صليت اللسان، وقيل 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 الى ما اخره. انا في مجال الدعوه بقالي بالضبط 38 سنه. 38 سنه. اعتقد انه في خلال هذه الاعوام الطويله ما كان بيني وبين احد ضغين على وجه الخصوص، وما تكلم احد لا عن فظاظتي ولا عن غلظتي ولا كذا ولا كذا. لكن هي القضية من وجهة نظري إن لكي يقوم مجتمع صحيح زي ما حضرتك بتقول إحنا خايفين على مصر ونريد مصر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبني المجتمع الإسلامي أول شيء فعله المؤاخاة، أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. نعم. ولا أتخيل أن يقوم مجتمع بغير هذا. إن لم نشعر جميعا أننا إخوة يبقى لن يقوم المجتمع. تلك واحدة. الثانية، هذه الأخوة ينبغي أن تقوم على التناصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من واجبي أن أنصحك وأن تنصحني. خلاص. والنبي لما تكلم عن النصيحة قال رسول الله لمن؟ قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصته. إذا وظيفتنا في هذا المجتمع أن نتناصح. إن كان فيك عيب ينبغي أن ننبهك إلى عيبك، وإن كان فيها عيب ينبغي أن تنبهني إلى عيبي حتى ينصلح المجتمع. على الملأ يا شيخ، أنا لسه ما أكملت كلامي. على الملأ وبالجهر. ما أنا لسه ما أكملت كلامي. أنا ما أكملت كلامي. خلاص. فينبغي أن أنصحك وينبغي أن تنصحني، وينبغي أن تقبل نصيحتي كما أقبل نصيحتك، فلا بد. ولذلك الحسن البصري قال أحب الناس إلي من خوفني حتى أبلغ الأمن، وأبغض الناس إلي من أمنني حتى أبلغ الخوف. خلاص. أنا ما جيت في يوم من الأيام أتكلمت عن شخص بعينه، يعني حتى الناس كلها بتسأل ليه فلان أو ليه فلان، اللي أنت بتقول على الملأ. نعم. الذي حدث على الملأ أننا سببنا على الملأ، وما صدر مني ما كان إلا رد فعل. هذه القضية بقى. يعني هم هو حضرتك الأول، لأن أنا أول ما اتقال لي لا. الشيخ عبد الله قعدت أتفرج على اليوتيوب، فلقيت الهجوم بتاع حضرتك على الفنانين.
لا يا حبيبي، أنا باجي صاحب القناة موجود، أنا آتي إلى القناة لا أعرف ماذا سيقدم لي وماذا سيقال في البرنامج أصلا. نعم. إحنا بنأتي وبيبدأ الدكتور عاطف عبد الرشيد ويقول والله تعالوا، وشوف كلمة تعالوا دي، نتكلم في الأخلاق. فبنبدأ بمنهج أخلاقي ونصائح أخلاقية. ثم يعرض علينا بعض الفيديوهات اللي المطلوب ان احنا نرد عليها. والله وهو انا بقسم بالله وهو اجلس لا اعلم ان دوري حتى الفيديو اللي هيجي لي انا ايه، انا ما اعرفش. وغير مرتب حتى ده قدري ان يجي فيديو وترد. في هذا اليوم احنا اصلا كنا مستثارين اصلا، يعني هي الحلقه اصلا كانت مثيره، ان سبق الفيديو اللي انا علقت عليه فيديو لشخص اسال الله سبحانه وتعالى ان يقسمه، خرج على أو يهديه ليه بقى يقسمها؟ عشان ليه؟ انا هقول ليه؟ احنا مش قاعدين يقسمها ليه؟ انت لو سمعت مني هتقول ليه؟ انت لو سمعت مني هتقول ليه؟ هذا الشخص قال للناس جميعا على الملأ واحنا قاعدين بنسمعه بقى، انا وعدتكم ان انا هحرق المصحف قدامكم واقطعه، فامسك بكتاب الله واخذ يمزق المصحف الشريف ثم وضعه في صفيح الزبالة ثم قام وطأه بقدمه. انا مش حد مننا، حد من بره. من مصري، هو مصري بس خارج مصر. مصري. وفعل هذا. فاستثرنا جميعا انك ترى كتاب الله يمزق ويوثق بالاقدام. دي مسألة اعتقد ان انت لا تتحملها ولا انا ولا اي بشر. فاستثرنا خلاص. انقضى هذا الفيديو وكل الحاضرين، يعني المفروض يعلق واحد، كلنا انفعلنا وكلنا تكلمنا وقلنا هذه ردة وهذا ينبغي أن يؤاخذ حتى ولو تاب إلى الله، ده حكم خلاص انتهى. جاء الفيديو التالي بقى. الفيديو التالي، أنت رجل بتعمل في الفن، أنا أول مرة أشوفك أهو الآن. أنت عمري سمعتني اتكلمت عنك أنت مثلا شخصيا؟ لا. ولا عن ناس كتير، ولا عن ناس كتير خلاص. لكن اللي حدث إن للأسف الشديد إحنا عندنا إعلام ممنهج ومبرمج، والله ما كله، وبينجح في الغالب. انا هقطعك بقى شويه، هنفضل ناخد من بعض، ولكن في الغالب لكن بيقتضوا بعض الفنانين والفنانات ويزقوهم في سكه مش بتاعتهم. يعني يجيب فنان ويخليه يتكلم عن الدين وحكم اللحيه عندك ايه، طب انت مالك ومال الحته دي؟ الحته دي مش بتاعتك، الحته دي مش بتاعتك. دي انا لو راجل بحترم قدري ونفسي اقول والله يا اخوانا دي يسأل فيها اهل الدين. خلاص. فبدأوا يقتضوا بعض الفنانين اللي ينتقدوا التيار الديني وليكونوا حكما على أهل الدين والتدين حتى على المشايخ. خلاص. وبدأوا يقتضوا بعض الفنانين والفنانات علشان يقحموهم في مجال السياسة. خلاص. السياسة. أنا فوجئت بإني أنا دوري جاي علشان أرد على فيديو هسمعه. الفيديو ده فيه فلانة. لما أسمع بقى فلانة رقم واحد بتخبط فينا احنا وتقول دول ما يحكموش علينا وما لهمش دعوه بينا وما يفهموش حاجه في الفن وما لهمش دعوه بالفن وما الى هذا. لكن دعك من هذا، ثم نتهم باننا ظلاميون او متخلفون، هذا شيء لا اقبله. فاللي حصل مني يومها كان رد فعل، وانا بقول كان رد فعل، البعض قال قاسي شديد، لكن كان في النهايه كان رد فعل على شيء انا سمعته وموجه لي باعتباري من الإسلاميين ومن السلفيين اللي من وجهة نظر فلانة دي احنا ظلميين ومتخلفين وما إلى هذا. هذا شيء أنا لا أقبله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن هؤلاء الفنانين هم من ساندوكم في الثورة وساندوا مجتمعنا المصري بالكامل في الثورة؟ مش الفنانين دول اللي كانوا جزء من نسيج ميدان التحرير والثورة اللي ما عدا هذه الفنانة لها موقف واضح، موقفها مباركي جدا، أنها ضد الثورة تماما. وأنا أظهرت لها مقالا كتبت الله يخرب بيت مرسي واللي انتخبوا مرسي باللفظ كده، وهي تشجب تماما إن أي حد يتكلم في حق حسني وإحنا ظلمناه وحسني ليس بسارق حتى الآن. هذا هو موقفها مباركية إلى هذه مبعدة تماما عن الثورة وثبت الثورة. الله ينعل أبو الثورة لعندي المقال في جريدة الأفوكادو واللي عملوها.
عشان بس نبقى احنا مش عايزين ندخل في جدال، احنا عايزين لا معلش، ما احنا لازم نعمل التصفيه يا استاذ عزت. بص المبادره ساريه وان شاء الله بامر الله، وانا حاسس بستشعر لان انا اتفرجت بقى على الدكتور عبد الله، ابتديت اتابع الاول، اتفرجت على الفيديوهات اللي هو مقطع فيها الناس فابتديت ايه، فانا حاسس من صوته، لان انا راجل شاعر. كنت جاي خايف؟ لا خالص، انا ما بخافش، ما عايز اتعامل، انا جريء وبرضه لساني قوي في الباطل. انا عندي في الحق، انا اسف، ضد الباطل، انا اسف، لساني قوي والحمد لله. عندي نقيبي حولته للتحقيق عشان جرايم عندي، ما بقلقش من حاجه. انا بس قضيه انا عايز اكمل عشان ندخل على الدكتور عاطف. ان هي هل واخده موقف ضد مننا تماما، حتى من الثوره والثوار ودفاعها عن معك من هذا. انا لا علاقه لي بموقفها السياسي. شو انا بقول لك ايه؟ انا لا ومع ذلك بقول لك ايه، انا لا علاقه لي بموقفها السياسي. انا ماليش علاقه مين اللي يحب الدكتور مرسي او مين اللي يكرهه، او مين اللي يحب حسني ومين اللي يكرهه. انا هختلف معاك وهقول ان رايك مش عاجبني، لكن لا علاقه لي. لكن اللي مسني انا ما مسنيش شخصك، اللي مسني انا ان يقال لينا انتوا مش حكام علينا، ومين انتوا عشان تحكموا علينا في الوقت اللي راح الحكمه فيه علينا بان احنا الذي يذيع من شهادات في فتره من الفترات. استاذ مصطفى، دكتور عبد الله، فاصل قصير ثم عود، فاصل ثم نواصل من نبض الوطن. المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من نبض الوطن. يعني احنا الحديث يطول ويطول، ولكن الهدف من هذه الجلسة، الهدف من هذا اللقاء هو التوافق الوطني. نريد أن نبني مصر زي دعوة قناة الحافظ دائما، عايزين نبني مصر، عايزين نقضي على الخلافات أيا كانت. دي مبادرة من قناة الحافظ، يعني بدأ بها فناننا الجميل الأستاذ مصطفى كامل وتبنتها القناة، ونمد الأيدي لكل الأوساط، الوسط الفني، الوسط الإعلامي، الأوساط السياسية جميعها، الكل نمد إليه الأيدي للتوافق لنبني هذا البلد مرة أخرى. نعود لأساتذتنا الأفاضل ونجدد الترحاب بدكتورنا الدكتور عبد الله بدر، الدكتور عاطف عبد الرشيد، فناننا الجميل الأستاذ مصطفى كامل. لكن الناس كلها حابة تسمع بقى صوت الدكتور عاطف عبد الرشيد، يعني دعوة جميلة كده، وبعد كده نكمل مع دكتورنا الجميل دكتور عبد الله بدر. طبعا أنا برحب بالفكرة، وبرحب بالأخ مصطفى، ربنا يجزيه خير ويبارك له في صحته وفي أولاده وفي ماله، ويرزقه يعني الإخلاص التام في هذه المبادرة. بشكر الدكتور عبد الله جدا على أنه لبى وتجاوب وحضر، مع ان احنا كنا شادين مع بعض امبارح شد جميل كده، وما نستغناش عنه. انما القضية قضية ان احنا بيحكمنا ويحكم الجميع الحق والباطل، زي ما اشار الاخ مصطفى، ان احنا كلنا يجب ان احنا نقف مع الحق وننادي بالحق ونطالب بالحق، نطالب بالخير، نطالب بما يفيد، نشجع القيم والاخلاق، وانه ده هدفنا. ولما نتجاوز هذا الأمر أو نخطئ يجب أن احنا نراجع أنفسنا، نتوب، نعتذر، لو في حد ظلمناه نتصالح. دي أمور مفروضة علينا شرعا وواجبة علينا جميعا، واللي مش هيعملها في الآخرة هيروح يتلسوع بالنار، زي ما أنا بقول يلسع بالنار. وإذا كنا احنا خرجنا فاصل وعدنا، أنا نفسي برضو نعود بالدعاء. الدكتور عبد الله يدعي لنا كمان مرة، لأنه احنا عاوزين الملائكة تحف الفكرة وتحف المكان وتحف الموجودين وتحف المشاهدين. ادعي لنا دكتور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي كل عاصي. اللهم اهد العصاة، اللهم اهد العصاة، اللهم اهد العصاة، اللهم اجعلنا ثابتين على الحق، مقيمين عليه، داعين إليه، ملتزمين به، إنك على ذلك قادر. فأنا أريد أن أقول ببساطة جدا أن ليست هناك خصومة شخصية بيني وبين أحد. الخصومة أنا زي ما قلت لك، أنا لا أخاصم أحدا لشخصي، إنما أنا المعيار عندي هو معيار الدين والحق. أنا ما لا تعلم، يمكن أنا تقلبت في سجون حسني 10 سنوات في سجون حسني مبارك، خلاص، بسبب كلمة الحق اللي هي أنا بقول لك هي معجونة في عظمي وفي دمي وفي لحمي، وفي المقابل ما بيهمنيش إيه اللي حلقيه أو إيه اللي يكون أو إيه اللي يحصل، لا أعبأ بهذا مطلقا عشان تبقى فاهم نهائي. لكن في النهاية قضيتي قضية حق. الأمر اللي مش متعلق بفلان ولا متعلق بعلان، ولذلك أنا حتى في مشاكلنا مع فلان هذه
والله في امور شخصيه اقسم بالله وعندنا مستندات بها، لكن انا ما لا علاقه لي، لا علاقه لي ولا يسمح لي ضميري ولا ديني. هي مع نظام مبارك ولا ما كانت مع شفيق، لو فرضنا كل ده مش احنا وارد الاختلاف في وجهات نظر. نعم انا قلت لك انا لا اعترض، انا ما اعترضت على الخلاف السياسي. انا الان انت النهارده لو انا النهارده وانت قاعدين الان على هذه الطاوله وحضرتك قلت لي انت بتحب مرسي وانا بحب حسني، خلاص يا عم جزاك الله خيرا، ده رايك ودي قناعتك. انت قصدك ما نتطاولش على بعض بالضبط كده. لما تيجي تقول لي لما تيجي تقول لي اصل انت ظلامي ومتخلف ومالكش كلام مش لا اكيد مش باللغه دي يا دكتور. بالظبط. هو الفيديو موجود، قالت الالفاظ دي وكان الرد موجود. انا هقول لحضرتك انا تصرفت مره تصرف عقلاني كده واللي عايز يصطاد في الماء العكره اصطاد. لما جت فتره الحكم الاسلامي وباركنا وكنا قبلها قلنا الف مبروك للدكتور مرسي لو جه والف مبروك لشفيق وربنا يعين. الاسلامي اللي انت بتتكلم على التاريخ كان على هو دلوقتي ما في حكم اسلامي؟ ده احنا لسه يا عم حكم الجماعه. يا رب يا كريم. والحكم الاسلامي ما هو حكم نبيل، يا ريت يبقى حكم اسلامي بس. وهو حكم جميل ونبيل وزي ما قال الدكتور عبد الله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وصى على النصارى وعلى المهاجرين يعني انا عايز اقول لك بس يا دكتور ايه اللي ودانا لحته بدل ما نستفيد من علم حضرتك الديني، ايه اللي ودانا ان احنا نهاجم سلوكيات شخص؟ ما انا قلت لك انا لا مش سلوكيات، انا قلت يا لك استاذ مصطفى الموقف لو ده اللي حصل الموقف واضح يعني اني لقيت هجوم عليا فرديت على هذا الهجوم، وانسان بيقول لي انت مين انت، فقلت له انت مين. طيب حضرتك عندك شك ان عمرو اديب مثلا، يعني انا جايب لك كام اسم من الاسامي الكبيره. عمرو اديب ده انت عندك فكره ان عمرو ده قد ايه اتحارب من النظام القديم؟ عندك فكره تحارب؟ مسؤول الاعلامي بتاع حسني مبارك مفيش الكلام ده، الكلام مش مظبوط. المنسق الاعلامي وخرج على شاشات كلام كنتوا الاثنين صح. عمرو صديق، كلام كنتوا الاثنين عمرو صح. صديق شخصي وعمرو برنامج ناجح، وعمرو من اكتر الناس اللي اتهاجمت من نظام مبارك، وعمرو من اكتر البرامج اقسم لك بالله اللي لمت للغلابه واللي ساعدت للغلابه. وعمرو الليثي نفس الموضوع. يعني عمرو الليثي ده راجل عمال بيروح يتمرمط في وسط المجاري في الاقاليم وفي البلاد وفي الارياف. استاذ عمرو الليثي يا حبيبي انا. طب ليه الناس دي تتهاجم؟ الناس اللي هي اطوي صفحه استاذ عمرو الليثي خالص. استاذ عمرو الليثي انا اللي خلاني تصادمت معهم اني كتب، وانا قلت حتى للحاجه والدته اللي هي بعتبرها الان امي، شوف انا بقول لك ايه بقى، وتكلمت معها وقلت لها يا امي وهي امي، اني انا فوجئت بخبر في الجريده ان والده شاكيني لصالح فلان. طب انت شاكيني تعرفني؟ والخبر موجود عندي في الجريده. هو تعامل الراجل كراجل مسؤول. لا ده طلع انه ما حصلش. هو راجل رئيس اتحاد النقابات الفنيه. ده الحاجه قالت لي كمان ما حصلش، قالت لي والله يا ابني ما حصل. يعني الحاجه قالت له، لكن الجريده كتبت ده. وده بقى الاعلام اللي انا بقول لك شوف بيوصلنا لايه؟ لان احنا عندنا اعلام. يعني انت شوف حضرتك عرفت مثلا ان في مشكله، ماذا فعلت؟ انت الان تسعى لتضميم الجراح ولم الشمل. يا رب. الجرائد والاعلام لا. الجرائد والاعلام بقى يعملوا ايه؟ روح طالبني انت قلت وايه رايك فيها عشان انا اقول كلمتين، وبعدين روح يطلبوها. بيعيشوا على آلام الناس وجراح الناس. طب تعالى نقول بعض الاعلاميين وبعض لما بقول انا اقصد الغير المبادره خليها معظم خلينا بعض. ما احنا قلنا النهارده خير فخلينا بعض لكن انا لما حصل كتب الخبر ده وتحملت بقى عليهم خلاص ان طب انتوا بتشكوني واقفين ضدي، خلاص بالسلامه يبقى كلكم في سله واحده، هي كده. لما اتصل بيا الاستاذ عمرو الليثي، شو انا بقول كلمه استاذ بميل فيا ازاي؟ الاستاذ عمرو الليثي يعني انا عارف رجل جلدك بغير صياط، بادبه واخلاقه وخلق الجم وطريقه كلامه اللي خلاني طلعت على الهوا اقول له انا بعتذر لك وللاسره الكريمه. اذا انا تفهم من ده ايه؟ انا مش راجل متسلط ولا متعصب. لا انا بقول لك ايه، ولا متعصب لرأيي ولا متعصب لقولي. ولما جت اتصلت بالحاجه والدته وفهمتني، قالت لي والله ما حصل، ده كلام جرايد، احنا لا قدمنا شكوى ضد حضرتك ولا اتكلمنا ولا في كلام من ده خالص. خلاص تحس ان السكه ثانيه خالص والدنيا ثانيه خالص. وعشان كده انا قلت لها طب لماذا تسرعت يا دكتور عبد الله؟ اسمح لي، ما انا بقول لك انا اخوك الصغير وهتعشم فيك النهارده. قلت لك دي جريده وكتبت. ما هو المشكله ايه؟ تستقي معاك المشكله اذا دعاكم فاسق بنبأ. ما هو المشكله تبينوا. انا معاك، لكن هي المشكله ايه؟ المشكله ان انت لو انت ما عملتش ده والجريده كتبت دي، اطلع قول ما حصلش.
اطلع كذب ده، لكن ما حصلش تكذيب. فخلاص استقر الامر. انا نفسي دكتور عبد الله بدر، يعني عايز مصطفى عايز تغلق صفحات الماضي. لا كيف ترى الفن؟ خلينا العتاب جميل. رؤيتك للفن هل منه ما هو بص رؤيتك للفن؟ انا بيحكمني شرع ودين، وانا بقول لهم هذا الكلام. هو انا النهارده معذره في التعبير، طب ما انا قادر بدل ما ادخل نفسي في وجع القلب والمشاكل دي كلها، طب ما احبهم ويحبوني ونقفل على بعض وخلاص والمساله تعدي. طب ما هو ده المفروض يحصل يا دكتور. شوف انا عايز اقول ان احنا نحب بعض. انا عايز اخد رؤيه. لا انا عايز اقول بس انا عايز اوصلك اللي انا عايز اوصلك الحته اللي انا عايز اقولها. بس انا مطلوب ده اللي حضرتك بتقول، بدل مش عارف طبعا انا عايز اقول انا جاي عشان نحب بعض. انا جاي لك يوم علشان نوصل لمساله الحب دي. ان انا اتعلمت ان انا احب في الله وابغض في الله، صح؟ والمفروض ده يكون مبدأك، انك تحب في الله وتبغض في الله. يعني مش هيجي واحد كاره لله وللرسول ومخالف لله والرسول وهل اقول ان انا بحبه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفضل فاتح باب التوبه لغايه اخر نفس، ومع عايز تغلقها على ناس معينه وهي لسه. انا بقول لك احب، جايز ان هم يكونوا افضل مني ومنك في يوم من الايام. الكلام مش كده. انا بقول احب ربنا نفسه. ان الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يعني ربنا بيحب وبيكره. واحنا عندنا حاجة اسمها في الإسلام أفعال القلوب. أفعال القلوب دي اللي هي الحب والكره والحقد والحسد، دي اسمها أفعال القلوب. نعم. احنا تعلمنا بديننا ان انت تحب الشر. لا اعوذ بالله. لما تكرهه ليه بقى؟ ما هو اذا الشر انت تكرهه. تحب الغلط؟ لا الغلط انت. هو ده، هي ده مبدئي. انا الان قعدت معاك، جزاك الله خيرا، الانسان محترم وخلوق وما الى هذا، لكن يوم ما اجي الاقي فيك تصرف مخالف للشرع، واجبي ايه؟ واجبك ايه؟ لو انت بتبحث عن بيني وبينك بالظبط، تمام، لا تجهر بعيوبي امام الناس. ولا هي يا دكتور عاطف؟ انت بس انت لو عملك جهري، ما انا هرد على دي، هرد على دي. يعني هشام الجخ عمل منشوده كان فيها جمل كفريه، كفر، جبناها وناقشناها بكل ذوق وبأدب وقلنا راجع نفسك. ما اقدرش اسيبها. جبته على الملأ، يعني جبته هو قالها على الملأ الجهري، هو قالها الناس كلها سمعتها، هو قالها على الملأ وانا علقت عليها في التلفزيون. المشكله ايه؟ المشكله اللي عندنا في الشارع. انما لو بعت لي ديوان شخصي كده هرد عليه شخص. المشكله اللي عندنا في الشارع وصلت المعلومه لما بتعمل الخطأ كان جهريا فكان الرد جهريا. انا لا يمكن افضحك، وده انا عندي حديث بيقول من تتبع عورات الناس ليفضحه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. خلاص ده. لكن لما يجي يطلع واحد يجاهر بمعصيه انت إذا كان هو لم يستر على نفسه، ولذلك احنا عندنا لا غيبة لمجاهر. ده باب كامل في صحيح البخاري، ان هذا الذي يجاهر بالمعصية هاتك ستر الله واعلن معصية امام الناس، فانت لازم ترد امام الناس. دي قضية لازم تعرفها. فالقضية عندي ايه؟ القضية ان انا لما انا بقى شو انا لسه بقول لك ايه؟ انا مش هخص اشخاص بقى. انا ممكن اجي اعمم واقول يا اخوانا بتوع الفن انت عندكم 1 2 3 4 5، لكن هي القضية زي ما قلت لك، القضية ان فلانة تطلع تصادمني فتصادم معاها. هي دي بقى القضية. هي ما صدقتش. هي دي القضية. خلاص هو الصفحة دي يا ريت نقفلها لان احنا لا باقي ربع ساعة وفترة الدكتور عبد الله. لا ما انا عايز اتناقش الموضوع. انا حتى لو معلش انت موجود معانا ممتد وانا هقعد مع مكمل معاك. انا هكمل. طيب انا بس عايز اخد رد حضرتك في نقطة واحدة بس. اتفضل. رأيك في الفن هل كله على سياق واحد ولا؟ لا انا قلت لك انا بيحكمني شرع ودين. نعم. ما وافق شرعي فهو على عيني وعلى رأسي، حلاله حلال، وما خالف شرعي فأنا لا أقبله، وحرامه حرام. فلا تقبله. ما تنصحه يا شيخ عبد الله، ننصح بدل ما نقذفه ونسبه. لا يعني خليك بالنسبة لي، خليني أفتح قناة الدين في بلدي جوه مصر أو في أي بره مصر، أفتح ألاقي الشيخ بيقول لي أنت غلط، بص اتق الله. خليني كده بدل ما أفتح ألاقي نفسي بتشتم وزمايلي بتشتم. أنا هقول لحضرتك حاجة صغيرة جدا. أنا هقول لحضرتك حاجة، هات لي حاجة قول لي انت شتم. انا اشتم امتى؟ لما اجي اقول فلان ده ابن كذا، فلان ده كذا، خلاص. لكن تحط صوري وانا هقول، ما انا هقول دي اتفرج عليها. دي خلي بالك انا بقى اقول لك على حاجه، اتفرج عليها كل الناس. لا صدقني بقى، يلا بقى اجي لك في حاجه دغري. اتفرج عليها كل الناس. انا قلت لك احنا قاعدين في بيتنا، نعتبر في بيتنا بس بيشاهدونا ناس. الصوره اللي حملت امام المحكمه، لا اولا هي ما كانتش صوره. لا اولا ما كانتش صوره. ثواني بس، انا بقول لك والله اولا ما كانتش صوره. الصوره دي متركبه. طيب اولا ما كانتش صوره. احنا مقدمين للمحكمه 20 صوره.
ال20 صورة دول مش أنا اللي عاملهم ولا اللي جايبهم. حضرتك تروح ضارب على النت وتكتب اسم الفنانة عشان تخش على الموقع ده. ايوه يعني لو حاجه ملفقه انا بقول اهو اكتب اسم الفنانة. ثواني بس هكمل كلامي. لا اكمل كلامي واروح ارفع بيها. طب اديني فرصة اكمل كلامي. تضرب هيطلع لك الاسم الفنانة ده الفايل الخاص بيها اللي جايب صور افلامها ومناظرها. انا خبير صور. اللي حاصل ايه؟ الموقع ده انا عرفت مثلا انه موجود بقاله سنتين. حلو. لو الفنانه شايفه شفته يا شيخ، لو طبعا طلعنا في النهايه للاسف نفعل هذا. شوف انت مستكبر على ان انا اشوفها، لان ده دليل على انك انت مش راضي عنها. لا انا مش هقدر اروح، انا مش راضي عنها. هي لها سلوكياتها وربنا يا دكتورنا مش عنك انت. لا انا بس هكمل كلمه صغيره. انا مش طب انت كنت عرفت الحاجات دي منين؟ انا اسالك سؤال بلدي بس. لما دخلت انت عرفت الحاجات بتاعت الهام دي؟ هقول لك. اولا احنا مولودين في الجامعه. بس ما انا عايز اوصل لكده، يبقى كله ابن ادم خطاء. خير الخطائين التوابون. لا بس قول لي بالامانه، انت شفت الحاجات دي فين؟ لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. اولا انا واحنا صغيرين كنا بنتفرج على الافلام، يعني كنا بنشوف افلام اسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي وانا كنت من الجيل بتاعنا الصغير. الهام ملون، انت شفتها فين؟ اقسم لك كده، اقسم بالله انا شفنا المناظر دي ولا الصور دي غير لما حصلت المشكله اللي بيني وبينها. خلاص المشكله حصلت. امال انت انا رد فعلي كان عليها. انت قلت لها انا اعرف ان الفنانين كلهم في الافلام بيحضنوا ويبوسوا قبلوا. مساله واضحه ومعروفه. اسالك سؤال انا يا استاذ مصطفى، انت لو عندك خلاف مع عزت مش هتلاقي 50 واحد بيساعدك يقول لك بص على ده وبص على ده واسمع ده ولا ده مجملا يعني. اول رد عليها لكن ناس كتير جابت. قلت لها انت تسالي كم واحد قبلك باسم الفن، كم واحد قبلك باسم الفن. ده الشيء طبيعي عندهم، يعني ده الشيء طبيعي عندهم. لما حصلت مشكله ودخلنا في قضايا بدأ المحامين بقى يجيبوا تعالى بقى ادي 1 2 3 4 5 لازم يبقى مستند في القضيه، وادي 1 2 3 4 5 لازم يبقى مستند في القضيه. ده الصوره اللي هم بيعترضوا عليها دي ده اكثر الصور التزاما للاسف. الصوره واحده هم اعترضوا على صوره، لكن ده احنا قدمنا 20 صوره. طب ما عرضتوش على بقى الصور ليه؟ لانها حقيقيه من الافلام دي محطوطه على الموقع. يسالوا الموقع انت لا انكرتيها، الموقع بقاله سنتين لا انكرتيها ولا قلت ان دي مش صورتي. تمام. وبعدين ده هي دي اللي مزعلاكي. فعلا مش صورتها. ماشي. شو انا بقول لك ايه؟ ده هي دي اللي مزعلاكي. ده الباقي شد وانك. طيب دي مش قضيتي. انا عايز اقول لك. انا عايز بقى اقفل الصفحه القديمه دي يا استاذ مصطفى. لا انا عايزين ندخل في المبادره بقى خلاص، يعني انقضى الامر. في النهايه خالص هذا الكلام يؤلمني. شوف هقول لك ايه بقى. والله اتمنى. انا اللي بتمناه. انا بحلف بالله مش مجامله لاحد ولا خوفا من احد. والله هذا الكلام يؤلمني. شو انا بقول لك وانا على الهوا اهو. هذا الكلام يؤلمني ليه؟ لان في النهايه استاذ محمد عبد الرحمن لا اولا دي مسلمه وبنت بلدك. شو انا بقول لك ايه؟ شو انا بقول لك ايه؟ دي مسلمه وبنت بلدك، وانا ما كنتش احب ان الامور تصل الى هذا مطلقا، لكن هي وصلت. لكن انا شو انا بقول لك في النهايه ايه؟ مسلمه وبنت بلدك. شو انا بقول لك ايه؟ اللي انت بتقوله ده او اللي هيتقال في حقها ده بيشينك، بيجي عليا كمصري، بيجي عليك. بيجي عليا وبيجي عليك، لان زي ما بقول لك في النهايه مسلمه. لان مش زي ما البعض قال ان احنا بنكفره، احنا عمرنا بنكفر حد من المعاصي. واحنا مش كده، وانا مش متخلف عشان اقول كافره، واخد بالك؟ لان هم خلطوا بين الامرين. ان انا سمعت ناس الدغيدي لما بيسالوها ان هي عايزه يبقى في زواج الراجل بالراجل مثلين بالظبط كده. فاللي قاعد المذيع مش متخيل اللي هي بتقوله ده. فبقول لها، قالت له مش هم عندهم في القرآن بتاعهم ربنا هيجيب لهم غلمان في الجنة؟ فقلت هذا الكلام كفر. فراحوا مدخلين دي على دي وقال لك بيكفرها. لا انا ما قلت هذا، ولا عمري كفرت حد بمعصيه. انا بقول هذه انسانه عاصت الله في حياتها خلاص، وقدمت معاصي ولا يستطيع ولا يجرؤ ولن اتنازع عن هذا، ان الذي قدم باسم الفن يسمى معصيه. عايزين ندخل في المبادره. اسمحوا لنا ناخد الاتصال. استاذ مصطفى، دكتور عبد الله، اتصال بس وهنعود لحضراتكم تاني. استاذ محمد عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذنا. اهلا بيك. والله انا عاوز اشكر المبادرات الطيبه التي تقوم بها قناه الحافظ الفضائيه في لم شمل الاسره جميعا، سواء كان ذلك على المستوى السياسي او المستوى الفني. ربنا يكرمك. انا عاوز اؤكد ان الدكتور عاطف نفسه يعني رجل مبدع، فهو يقدر تماما كل المبدعين والفنانين الذين يقدمون رسالة هادفة سامية إلى هذا المجتمع. نعم. الفن لا يمكن إغفاله. الفن يعني أحد الأعمدة الرئيسية في المجتمع،
وانا اقدر ايضا الدور الكبير ايضا الذي يقوم به الدكتور عبد الله بدر، هذا الرجل الفاضل الذي اعتقد انه يريد الاصلاح، وان كان يعني هناك بعض الهنات التي تحدث ما بين جميع الاطراف، الا انني اعتقد ان هؤلاء جميعا مصريون يهدفون الى بناء هذا البلد. الدكتور عبد الله بدر رجل صالح طيب، والاخ الاستاذ مصطفى رجل محترم جدا جدا، وانا يعني استمع الى فنه الراقي. انا شخصيا ده على المستوى الشخصي، قد يلومني احد، لكن على المستوى الشخصي انا استمع الى ابداعاته الفنيه المحترمه. هو رجل شاعر، رجل محترم، ويعني هو جاء بمبادره شخصيه انطلاقا من قناعاتي الى اننا نريد توحيد الصفوف وتوحيد الجهود لبناء الاسره المصريه او بناء المجتمع المصري. دعونا جميعا نمحي خلافات الماضي، دعونا جميعا نتطلع الى مستقبل هو ده اكثر اشراقا واكثر ازدهارا نتطلع فيه الى بناء مصر. هذه الخلافات يا ساده، هذه الخلافات سوف تؤدي بنا الى اغراق السفينه. نحن نتطلع الى ان ترسو مصر بسفينتها الى بر الامان. الدكتور العاطف انا شخصيا اعرفه جيدا، رجل مبدع ورجل فنان ورجل مبتكر، وهذا ليس نفاقا، يعني مش هيزود لي راتب ولا حاجه، انا عارف يعني. فانا يعني اتمنى على الجميع الا ينكأوا جراح الماضي. نشكرك استاذ محمد، شكر جزيلا على هذه المداخله. وقال كلمه اثرت فيها جدا. قال لك يعني احنا مش عايزين نفتح جراحات الماضي. انا هقول لك كلمتين في الاخر خالص. طيب الاغنيه دي هقولهم على الهواء. عايزين ناخد الشيخ محمد عبد الفتاح عامل مداخله ونرجع لحضرتك. بس انا قاعد معاك النهارده، طول عمري بتفرج عليك، يعني الفترة وضع مختلف. انا اسف الفترات الاخيره انا حاسس ان انت جاي النهارده عندك سكينه جميله. انا حاسس جاي مبادره خير يا استاذ مصطفى. اقسم بالله يعني لا النهارده انا حاسس ان هو سكينه وسكينه. هو هادي الطبع. انا اقول ليه اتفضل. لان مفيش في الجلسه ما يثيرني. انت مش قاعد جايب لك فيديو لكن لو هاب واحنا قاعدين دلوقتي راح جايب لي فيديو وقاعد بيشتم الاسلام مش عاوزك يعني عايز. خلينا ناخد الاستاذ محمد عبد الفتاح دكتورنا. عايزنا نبقى ازاي؟ الشيخ محمد عبد الفتاح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام حضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. شيخ محمد اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه يعني بنشكر عفوا الاتصال. لا وقت التلفزيون بس. والدكتور عاطف والاستاذ مصطفى كامل على هذه المبادره الطيبه. ربنا يبارك فيك يا فندم. والدكتور عبد الله بدر. اللي عايزين نقول عليه دلوقتي ايه؟ ان حتى هذه اللحظه لم تظهر بوادر المبادره. لا خلاص، يعني دي بعض الاشياء اللي احنا هنبدا منها المبادره، لازم نتكلم شويه عن الماضي يعني. يا ريت توطي صوت التلفزيون عشان وقتنا، لان خلاص 10 دقايق كده ودكتورنا هيفارقنا. اللي عايز اقوله ان الدكتور عبد الله بدر ويحفظه هذا موقفه، هذا نعلمه جميعا، هذا ليس موقفا شخصيا، ولكن الدكتور عبد الله يتكلم من خلال الشرع. اما بالنسبه للاستاذ مصطفى في مبادرته الطيبه النهارده، هو عايز يقول دلوقتي ان احنا بنحترم شيوخنا مهنا، ويجب ان احنا يعني نستمع اليهم. فاحنا عايزين نرجو من حضرتك ان تتحدد معالم المبادره حتى تكون المشاركات فعاله. كلام واضح. كلام واضح. دي رقم واحد. رقم اثنين، الحلقه ليست عن الفنان إلهام شاهين. هذا موقف خالص. المبادره ما بين الدعاة والفنانين بصفه عامه. معالم المبادره حتى يكون المشاركه ايجابيه. نعم، اشكرك شيخنا، شكر جزيل. دكتور عاطف، احنا بقينا مع حضرتك يعني. طب قول لنا ايه المبادره على رايك؟ انا عايز بس المبادره هي قبل المبادره. نعم. قبل المبادره. نعم. احنا ليه جايين المبادره؟ نعم. انا لازم ادافع مثلا عن شكل الفن، وان الفن ساعات ممكن من وجهه نظر الشيخ عبد الله انه شوفوا في حاجات غلط. نعم. بس الحاجات الغلط دي طرحها لنا، مثلا لو فرضنا على سبيل المثال وليس الحصر خالد يوسف، هاني رمزي. انا عارف ان في مواقف برضه يا شيخ عبد الله. حضرتك ارجع في عز النظام السابق وشوف هاني رمزي ده عمل فيلم، انا ما اعرفش ازاي جات له الجرأة انه يعمله ويتحدى بيه النظام السابق. الفيلم ده اسمه عايز حقي، اتفرج عليه لهاني رمزي وشوف الراجل ده فيلم يا استاذ مصطفى.
ده فيلم، انا مش تمام، هدخل ده فيلم. خليني اقول لك لكن خليني اقول لك مرة ليه لابد من المبادرة. شتم. نعم عزت، خليني اقول لك ان مش كل السينما ولا كل الاعمال الفنيه رديئه. سيئة. خالد يوسف لولا ظهور حين ميسره والعشوائيات واللي طلعها وهو مضطر يا شيخ عبد الله، هتيجي تقول لي في مشاهد مخله. خلينا اكون بص يا استاذ مصطفى، انا اسف عشان بس ما اخشش معاك اكمل معاك في خلاف طويل. من وجهة نظرك ومن قناعتك هذا الكلام، لكن أنا مش هقول من وجهة نظري. بحكم الدين والشرع هناك مخالفات شرعية بعدد شعر الرأس، ولو فتحناها يبقى هنفتح جراح كتيرة جدا. لكن أنا الملخص عندي في هذا إيه؟ أنت الآن جاي بتقول إني في مبادرة. المبادرة دي أنا عايز ألخصها في كلمتين عشان نريح المشاهد. وأنت طول ما حضرتك صحيح شايف إن الفن فيه باطل، يبقى أنت لسه اللي جاي هتشوفه باطل. المبادرة دي أنا عايز أحطها تحت عنوان جميل أوي 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 كده، هقوله لك علشان نريح المشاهدين الكرام. أنا بداية بقول لتلامذتي، أنا والله لا بخش على النت ولا بعرف أفتحه ولا بعرف أشغله أصلا، ولا بشغل بالي بيه نهائي. أنا مكتبتي دي عندي دنيتي، مش بشغلش بالي الموضوع دي خالص. نعم. كل الزوبعه اللي حاصله على النت دي ده شغل تلامذتي او محبيني واللي عاملين لي صفحات، واللي انا كان معايا مشكله مع امن الدوله ان انا كان معمول لي موقع على النت وانا مش عارف مين اللي عامله لي. انا ما اعرفش مين اللي عامله لي، لما بخش على النت ما اعرفش عنه حاجه. لكن انا بدايه مع الانسانه اللي انا مختلف معاها دي بقول على الهوا اهو، دي مصريه ومسلمه خلاص، لها يعني دي دعوه منك. شوف انا بقول ايه، لانك بتقول دي اختي بس انا هقول لك وبنصفي. شوف انا هقول لك ايه، انا هكمل كلامي، انا عشان كده ادوني فرصه اكمل كلامي. اتفضل يا دكتور. دي مصريه ومسلمه، وانا لا احب فضح احد ولسنا فضاحين، بقولها بملء فيه. هي خلاص المسائل وصلت بينا لسكه، وانا لست قلقا من هذه السكه، والسكه دي مش ولا قلق ولا حاجه، وربنا ما يجعلها قلق، وربنا لا اصل في ناس لا اصل برضه سيبنا من النقطه. متاكد ان بكره الصبح هتلاقي بعض الصحف وبعض القنوات اللي بتنفخ في الكير هيقول لك اصله عشان مش عارف صدر ضده، والله ولا فارق معاك. اعملها لله يا شيخ عبد الله، مالكش دعوه بالقنوات ولا بالاعلام. شوف انا بقول لك ايه، صفي نيتك لله، انك انت لو جهرنا قاعد بقول كلام هلق الله به. انت قلت انا عايز اعمل مبادره ونلم شمل، انا بقول يا اخوانا احنا ولاد دين واحد وولاد بلد واحد، الناس بدات تتفرج عليها في كل حته. صح. انا بدايه بقول لك دي انسانه مسلمه ومصريه بنت بلدي، خلاص. كون ان انا اختلف معاها ولن اقول ان انا راضي على اللي هي عملته نهائي، مش هقول ده، احنا مش مطلوب انك تقول، واخد بالك، وبنصحها في الله ولله على الهواء ان هيجي يوم انت هتلقي فيه الله سبحانه وتعالى، فاصلحي ما بينك وبين الله وتوبي الى ربك. ولا اعرف ان انت في برنامج من البرامج بكيتي ان امك نصحتك بكذا وكذا 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 وانت اللي مصره على ده. وانا بقولها لك لله، توبي الى الله واصلحي ما بينك وبين الله، والله الذي لا اله الا هو. دخلتك القبر لو قعدت تفكري فيها هي دي الفيصل اللي هتبدأ تتحاسب عليه، لا هينفعك فن ولا ينفعك يا كريم. يبقى نسيبها خلاص، دي واحده. الثانيه نعم، بقول لتلاميذتي، احببت ده كلام، انا بقول لتلاميذتي، انا بقول لك ايه، انا بقول لتلاميذتي ان كان ليكوا اي شيء على النت بتهينوا او بتفضحوا بيه كفوا عنه، انا مش عايز ده. دي بدايه المبادره. بقول لك ايه بقى، نعم، كفوا عنه، انا مش عايز ده. هم بقى بيقولوا ايه، بيعملوا ايه. انا مبسوط على فكره باللي بيتقال في حقي جدا. لسه واحد بيكلمني قلت له امال انا هاخد حسنات على حساب مين؟ اللي عايز يقول واللي يقول ده عملوا مني عجلاتي. لا بس انا هفرح اكتر لو لقيت نفسي بفتح الاقي علمك ده بتذكرني بكلام ربنا، بتذكرني. انا عايز افتح النت. انا عايز المبادره الشيخ عبد الله دكتور، كل الهجوم دكتور عبد الله على استاذ مصطفى. المبادره تعني التوقف. اسمعك اديني 5 دقائق. افتح الدكتور عاطف عايز يوم 7 افتح النت واضرب، شوف محاضرات الدكتور في التفسير، شوف محاضرات كذا في كذا في، واقعد اسمعها. اللي منتشر بقى ايه؟ لا انا عرفوني الدكتور عبد الله بدر، انا عرفت الدكتور عبد الله بدر اللي بيشتم وبيهاجم الفنانين. فانا بقول ايه، انا بقول يا اخوانا، انا بقول اهو، انا كل ما اريده ان لا يدخل بيوتنا الا ما يرقى باولادنا ويخلينا نشوف حاجه ترضي الله وما نتحاسبش عليها بين يدي الله.
بس مش هقول غير كده. يا رب انت داعيها ليه؟ انا بقول نعم. ما انا قلت انا بقول شو انا بقول لها يعني ايه؟ شو انا بقول لها ايه؟ شو انا بقول لها ايه؟ بقول لها اني هتعرفي قدر ده يوم ما هيبقى جفنك بيغمض ورايحه لقبرك. وقتها وانا بقول لها ارجو انك قبل ما لا ينفع الندم. هو البني ادم مشكلته انه بيقعد ياخر قبل ما ينفع الندم. طب فانا عايز اقول ايه؟ خليني في اقول النهايه لما بقول لها ده، نعم، في النهايه شو انا بقول لها ايه وبقولها لها على الهوا. في النهايه لما بقول ده ولو بقوله لك وبقوله لها وبقولها لكل الفنانين والفنانات، ده حب ولا كره؟ لما بقول لك خلي بالك من اخرتك عشان تلقى يا الله ريتك راضي تقولها عنك. كده، بس انت ما قلتهاش أنا كده بقول يا لك شيخ إيه؟ عبد الله. خلاص خلينا في خلينا في البداية دي المبادرة. اللي جاي كله المبادرة. اللي جاي مبادرة ازاي؟ خلاص صدام جزائي ومش هنرجع له تاني. لكن يا ريت أنا يا اليوم- استاذ مصطفى أنا بقول- ما نتكلمش فيما انا فيما بقول مضى يعني. اليوم، انا بقول اليوم وبعدين اهو تاني اهو. انت جيت قلت عايزين نعمل مبادرة حب واحنا بلد ولاد ضدين. بلد واحد وولاد دين واحد. شوف انت قلت ايه؟ الكلام ده اثر فيا وكان ممكن اقول لك، وكان ممكن اقول له مش جاي. هو حد يقدر يكرهني ان انا اجي؟ كان ممكن اقول له ان انا مش جاي خلاص. لكن انا جيت عشان اسمعك وعشان اشوف ايه اللي عندك وعشان اعرف ايه اللي عندك. فانا بقولها لك للمره المليون اهو. عارف اللي عندي ايه يا شيخ عبد الله؟ انت حزين. عارف؟ انا حزين على ولاد مصر. البلد كانوا بيقولوا ايه؟ انا حزين على مصر. طب ولاد البلد كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا بخت من بكاني بكى الناس عليا ولا مضحكني ومضحك الناس عليا. فانا بقول بقول لها المبادرة. انا بقول لها اهو، اتفضل. وبقول لكل الفنانين وبقول لكم كلكم يا اخوانا اتقوا الله في اللي بتقدموه للناس. انتوا هتسالوا عن الكلمه اللي بتخرج من لسانكم، هتسالوا عن الفعل. ده مش الفنانين مفيش في وللمشايخ. مفيش كلنا. وللمشايخ. كلنا وللمسيحيين. لكن انتوا مسؤوليتكم اكبر. والابن انت وابنه. عارف مسؤوليتكم اكبر ليه؟ لا انت مسؤوليتك اكبر هقول لك مننا. ليه. انا هقول لك ليه. وهل يستوي الذين هقول يعلمون لك ليه؟ والذين لا، لا هقول لك يعلمون؟ مسؤوليتك انت أكبر. عالم. ليه؟ يمكن انا يعني تلقيت من علم ربنا لا انا مش القليل بتكلم على عنه. علم. لا انت تسال اكتر انا مش مني. بتكلم على علم. انا مش بتكلم على علم. آه. انتوا مسؤوليتكم اكبر لان انتوا بتخشوا كل بيت ودخلتوا كل بيت قبل مننا. احنا لا كان لينا قنوات. انتوا كنتوا بتخشوا كل البيوت عن طريق الافلام وعن طريق المسلسلات وعن طريق بتخشوا كل بيت، بتاثروا في كل الناس، بتاثروا في الصغير، بتاثروا في الكبير، بتاثروا في الرجل، بتاثروا في المراه. فمسؤوليتكم خطيره. هو الفن ده القضيه دي قضيه خطيره جدا. كفايه بقى عشان المبادره كفايه عشان المبادرة تشتغل. احنا قصرنا ونزلت ثوره علشان 25 الوقت يناير. يا دكتورنا يا استاذ مصطفى. أستاذ المبادرة عبارة عن اولا يمكن بدأها استاذ مصطفى كامل. المبادرة عبارة عن التوقف عن السباب، التوقف عن كل ما يؤذي الآخر سواء كان من الإخوة الدعاة أو سواء كان من الأساتذة الفنانين، ولا نظر لأي مسألة شخصية. المبادرة ليست خاصة بدكتور عبد الله بدر وفقط، وليست خاصة بالفنانة إلهام شاهين وفقط، ولكن المبادرة خاصة بكل الدعاة، خاصة بكل الفنانين، أن نتوقف وأن نسعى لبناء البلد. بدأها الدكتور عبد الله بدر بأنه سيوقف كل تلامذته وكل مريديه ما يسمون بالعبادلة أن يسيئوا إلى أي فنان، خاصة الأستاذة إلهام شاهين. دي من المبادرة الجيدة. بدأها في البداية الأستاذ مصطفى كامل بأن هو بيحب مصر وعايزين نبني مصر. نتوقف عن هذا الأمر. أخذ مبادرة الدكتور عاطف عبد الرشيد ونصيحته للدعاء ونصيحته للفنانين، لأنه عنده حلقة هوا بعد دقائق، وأسفين على الإطالة عليه. طبعا بكل حب واحترام بقول رسالة موجهة لإخواننا الفنانين ومعهم الإعلاميين. أصل الاثنين كومبينة واحدة. مفيش كومبينات والله. لا يعني حبايبكم واحدة والناس دي صنعت ثورة يناير. خليك كمل يا أستاذ مصطفى. الرديء معروف والطيب معروف. لا مش الإعلام المصري. لا هو خد كومبينة انها كلمة وحشة. ما هي الدكتور عاطف ضحك. لا كومبينة يعني حاجة واحدة. جوقة. والله القنبلة دي هي اللي صنعت ثورة يناير. طب خليه يكمل يا أستاذ مصطفى وأنت معانا مكمل. ومعتز الدمرداش ومنى الشاذلي وكل الناس دي هي اللي صنعت لك ثورة يناير. عاوزين الرسالة طيب. اللي أنا بقولها لإخواننا الفنانين والإعلاميين ومعهم الإعلاميين. نعم. وبحملها للأخ مصطفى كامل ينقلها وموجود معنا برضه وجها لوجه للجميع. احنا ملناش مصالح شخصية في ان احنا يعني نعاديكم او نتعرض ليكم او نسيء اليكم. احنا بالفعل بيحكمنا قرآن وسنة، فالقرآن والسنة بيقول حلال وحرام. فبعض ما نراه من الإعلام أو الفن بيبقى عليه ملاحظات شرعية. كون احنا ننصح
عشان نتفادى هذا الأمر، فده في الآخر هتشكرون عليه في الآخرة، وربما يعني نجد من يشكرنا عليه في الدنيا. إذا قلنا هذا الأمر بطريقة لا تليق فإحنا أسفين فيما مضى، وإن شاء الله نقوله بطريقة أرق وألطف وأنعم في القادم، لكن هنقوله، هنفضل نقوله. وزي ما قيل إنه الآخرة يجب أن هي تكون هم كل الفنانين. الفنان ما يفرحش بقرشين وبشهرة وبنجومية وبعرض من عرض الدنيا الزائل، ثم يأتي فيحاسب في الآخرة عن ملايين أعجبت به وتابعت فنه وتأثرت به وربما أحيانا عاشت به. فإحنا مجرد ناصح أمين للفنانين والإعلاميين إذا أرادوا أن يستفيدوا من هذا النصح، ولكم علينا أن احنا نقول هذا النصح بحب، عشان أنا لما بنصح بحب بيوصل، وأقوله بأدب القرآن والسنة. وأيضا نذكركم بالآخرة، وأنا أنصح بقى عشان تريحوا نفسكم يا فنانين وإعلاميين، اعملوا لكم مستشار شرعي. كل فنان يبقى عنده مستشار شرعي. شيخ مستشارك الشرعي هو ضمير. لا الكلام ده لا الكلام ده ما ينفعش والله. لا اصل في واحد ضميره قاسي، ما خلي بالك ضميره مستتر. جهنم هتتملى ازاي؟ ما هي لازم، وده الناس والحجاره. الفنانين بنحبهم خليهم ما يخشوش. خلينا نقول والله لا مش علينا كلنا، ما تقلقش، ناخذ النصيحه علشان ننهي هذه الفقره. نعم والله بالفعل كل فنان يعمل له مستشار شرعي. انت مش هتخسر حاجه، انت فنان هتفضل فنان، مش هتشتغل، مش هتعمل حاجه تاني، انت بتقدم طرب هتبقى منشئ. اين الانسان اللي جوايا لما انا هفضل اجيب واحد اقول له وانا اللي بكتبه ده حرام ولا حلال؟ انا علاقتي بربنا وثقافتي تحكم عليا. حاجه للرسل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي نزعه في البني ادم. الرسول بلغ الرساله عبد الله لكل قوم بلسانهم وثقافتهم. لا لا شكلك كده انت محتاج مستشارين. لا ربنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. دي نصيحه لك ان تعمل بها ولك ان فان الذكرى تنفع المؤمنين. انت محتاج لتذكير في تتمه لمبادرتك يا دكتور. هو ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك في الاول. ده اللي عايز اقول لك الدكتور حافظ، ان انت ممكن قد يغم عليك امر، قد تفهمه فهما خاطئا، قد تعتقد في الحلال انه حرام والحرام انه حلال، وبعض الصحابه وقع في هذا. هو ده اللي الدكتور عاطف عايز يقوله لك. وبعدين مش شرط تبقى متفرغ، مش هدفع له مرتب، هنجيب لك مجانا. لا ما افكرك والحمد لله افكرك يا درش مصطفى، افكرك ان انت في مره من المرات اتصلت بيا بالتليفون قلت لي عايز اسال شيخ سؤال معين، مش هقول السؤال، فاكره؟ فاكر سؤال معين؟ لا مش مهم، سؤال معين بيقول 1 2 3 عنده مستشار شرعي. والله العظيم انا ما جاي لكن نكمل عن نفسي ولا اقول لك على حاجه استاذ مصطفى. سيبك وامشي بس. لا ما قبل ما تمشي رغم ان انا اعرف ميول ومبادئ وحزب الحريه والعداله لان اعرف منهم الناس، لكني كراجل مثلا مسؤول في النقابه لما جم قالوا الفن وبيقطعوا الفن وابتدت الموسيقيين تخاف، انا عملت ايه يا عزت؟ كلمنا الدكتور محمد البلتاجي. انا ما كانش ليا علاقه بالدكتور محمد البلتاجي خالص. انا عملت التواصل ما بينهم من ودني وعيني بسمع راجل مثقف بالبلدي زي ما اتكلمنا بالبلدي كده، ملا عقلي بلغته، وهو بيتكلم حلو الراجل. فقلت طب ما انا اروح لمسؤول منهم يطلع يقول لي رساله تطمينيه. وكلمتني في التليفون، ولما التقيت الدكتور محمد البلتاجي قلت له يا دكتور انا اعلم، بس اديني كراجل مسؤول رساله تطمينيه اطلع بيها لمجتمع الموسيقى، اقول لهم ان انتم مش ناس ضد الموضوع، لان انتم برضه في ترهيب جامد قوي يا دكتور عبد الله. يعني انا اشعر الاعلام هو ما يقال إعلام. عن الفن على لسان ناس كتير يا دكتور استاذ مصطفى. هنكمل مع حضرتك بس نخلي الدكتور عاطف يكمل الدقيقه اللي باقيه. انا هسيبك يا اخو مصطفى وبكرر الترحاب، واتمنى يخليك يا دكتور. خد في حاجه هتقدم في الفتره دي. اذا مبادرتك دي فشلت ضميرك ده في مشكله، راجع ضميرك. ورب الكعبه يا رب لو بتحاسبني بنيتي اللي انا جاي بيها من بيتي لهنا، يا رب حاسبني في اولادي وفي صحتي وفيما املك وفي اخرتي، ان انا جاي كل نيتي ان انا صعبان عليا بلدي. طب انا عايز الدعاء بتاعك، عايز الدعاء بتاعك. انا عزز عليا اللي حاصل في مصر ده خالص. انا كان نفسي كنا بنشيله. انت عارف انا مكتسبات الثوره دي مش شايف فيها ايه غير حبس 2 3 من اللي كنت بكرههم، انما لغايه دلوقتي لا ده في كتير. انا مش جاي عايز انهي هسيبكم. انا هترككم. انت قاعد معانا. لا انا عايز انهي وادعو الدكتور عبد الله اخواننا المشاهدين سيبوا قناه الحافظ
وبعد 10 دقايق هتلاقوني في قناه الصحه. ما شاء الله. طب هختم بعد اذن حضرتك بانشوده وفي وجود حضرتك من الاستاذ مصطفى لازم نسمعها، وبعدين اللي انتوا قلتوا ان في حضرتك اللي هتقدم المصحف ولا الدكتور عبد الله اللي هيقدم مستمر معانا لاستاذ. طيب تمام خلاص تقولي الانشوده. لا لازم الدكتور عاطف يبقى موجود. عايزين طب مايك. ما هو ده مايك اهو. ما هو ده اتفضل. ده يقول صوت حلو برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ربنا انت اللي حاسس بنا، يا رب يا ربنا انت اللي حاسس بنا، بحق صوت الأذان والقبلة والمدنة اقبل دعاوينا، عوضنا خير يا رب في ولادنا وارحم أهالينا، بحق صوت الأذان والقبلة والمدنة اقبل دعاوينا، عوضنا خير يا رب في ولادنا وارحم أهالينا، يا رب موسى وعيسى ورب سيدنا محمد اجعل شفيعنا في اللقاء زي ما عاهدنا محمد، واجعل له انا بيك يا رب يوم عيدنا. الله اكبر باسمك يا رب في كل لحظه وخطوه رددنا، لا اله الا انت يا الله، لا رحيم الا انت يا الله، لا حبيب إلا أنت يا رب سبحانك. اشكرك استاذ مصطفى كامل. خليك منشد سيبك وهيبقى زي الفل، وهناكلك عيش وهناكل عيش مع بعض يا رب. نشكر دكتورنا الدكتور عاطف عبد الرشيد. احساسك اشكرك يا استاذ مصطفى. شكرا دكتور عاطف عبد الرشيد لتشريفك وتبنيك لهذه المبادره. شرفتونا ربنا يكرمك. ربنا يوفقكم. اعزائي المشاهدين فاصل ثم نتواصل مع اساتذتنا الفنانين والاستاذ مصطفى كامل ودكتور عبد الله بدر. في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، يا بلادي انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي. أعزائي المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. انضم إلينا الفنان الجميل أحمد فرحات. أهلا بك يا أستاذنا. وفي الطريق إلينا دكتور خليل مرسي، وفي الطريق إلينا أستاذ وجدي العربي، ونحن في انتظارهما إن شاء الله. نجدد الترحاب بدكتورنا الدكتور عبد الله بدر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أستاذ مصطفى كامل صاحب المبادرة والصوت الجميل اللي يعني كاد أن يبكينا من دقائق. بنجدد الترحاب بك يا أستاذ مصطفى. يا رب يخليك. ده أنا متشرف إن أنا معاكم، ومتشرف بإن أنا يعني العشم اللي كان عندي ان انا الاقيه من الدكتور عبد الله. والله العظيم انا بقول بين الفواصل ان انا حاسس من الراجل بسماحه قلب وبسماحه نيه، وان جواه يمكن لساننا كلنا ساعات بيبقى غصب عننا او رد فعل زي ما قال الدكتور عبد الله، انما انا حاسس منه بطيبه قلب. وانا بدعو كل الفنانين وكل الاعلاميين زمايلنا ان يتقبلوا سماحه القلب اللي طالع من الدكتور عبد الله، وان يا رب نبني مصر، يا رب نبني مصر، يا رب بأمر الله كده نروح للي أحسن. احنا
احنا بنفرج علينا المجتمعات بره، وفي دول كتيره فرحانه فينا، وفي ناس فرحانه فينا، حال ولادنا ما يسرش للاسف وده مما يؤسف له. نعم. وعشان كده بقول لك والله يعني انا بناشد اهل الفن قاطبه ان احنا خايفين عليكم وخايفين على اخرتكم بس، والله مش اكتر ولا اقل. انت النهارده لما تيجي تنصحني وخايف عليا وخايف على اخرتي، يعني المفروض ان انا اشيلك على دماغي، واحنا خايفين على اخرتهم. والله اني انا عز عليا في يوم من الايام، انت عارف حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال اني يبعث المرء على ما يموت عليه. نعم. لما يجي واحد واعرف انه مات على مسرح، طيب حينما يبعث بين يدي الله ويمكن فاتته صلاة وهو على مسرح وفاتته صلاة وفي بيموت وهو منافق، يعني ممكن يبقى ملتحي ويموت وهو بينافق حد او بيتملق حد، ولا ايه؟ انا عايز دكتور عبد الله مش وارد زي ما موسيقي يموت على مسرح او راقصه تموت على مسرح، وارد ان ملتحي مصلي يموت وهو قاعد بيقول انا الدعوه للجميع مع حزب كذا فيروح ميت منافق. ما هي نفس الموت. ده اللي انا عايز اوصله. اذا انا قضيتي معاهم، انا عايز اتكلم على قضيتي معاهم. انا قضيتي معاهم ان انا قضيه محب لك الخير. شوف تعبيري، أحب لك الخير. إذا أنا راجل أريد لك حسن الخاتمة، أريد لك طهارة بين يدي الله. مش معنى كلامي ده ان انت بقى لما اجي اقول لك انت عارف، انا مره بنصح واحد مثلا بيشرب سجاير، يقول ايه؟ ما تشوف اللي بيشربوا مخدرات يا عم، انا خليني فيك انت. صح. شوف تعبيري، خلي قدرتك انا خليني فيك انت، وانا خليني فيك انت. انا مهتم بيك انت ليه تحولني لواحد تاني؟ انا قاعد بتكلم معاك انت، خايف عليك انت، قلقان عليك انت. ما انا بقول لغيرك برضه، بس انا قلقان عليك انت. الفرق اللي بين غيرك وبينك ايه؟ اني انا باجي انصح. طب انا في المساجد بنصح كثير من الناس وبتكلم معاهم وما الى هذا. الفارق ايه؟ الفارق انا قلت كلمه قبل كده، قلت ان ابليس عصى وادم عصى. ادم عصى، ابليس عصى، وادم عصى، والقران نص عليه صراحه: عصى ادم ربه فغوى. خلاص، واحد اتطرد من الجنه والتاني ربنا سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة. ده عاصي وده عاصي. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين اللي ربنا قاله في القرآن الكريم: ولم يصروا على ما فعلوا. دي القضية، ده المحك، ده المحك. أو كل إن أنا لما أجي أنصحك أو أقول لك أنت غلطان في كذا، ما تقوليش لا مش غلط، لا وصح، لا وهفضل عليه، لا وتروح مخبط فيا. في غيرك بيقول والله جزاك الله خيرا وانت بصرتني، حتى لو مش هيسيب الغلط ده. يقول لك ايه؟ يعني في واحد بيشرب مثلا سيجاره، تيجي تقول له يا اخي دي اضاعه للمال وللصحه وربنا يحاسبك على مالك وعلى صحتك مش عارف ايه، يقول لك مش حرام. في واحد تاني يقول لك ايه؟ انا عارف انها غلط وادعي ان ربنا يتوب عليا. ده الفرق بين الاثنين. احنا مش عايزين نواجه عنتريه في الغلط. طب اللي انت اسمح لي اقول سؤال للمشاهدين يا استاذ مصطفى. يقول لك جزاك الله خير. نعم. اقول السؤال اللي انت هتقول له بطل السجاير ويقول لك انا حر وانا بحبها، ايه هيكون تصرفك معاه؟ مش الاثنين انت نصحتهم وخلاص وتحسب لك عند الله؟ طبعا انا عايز اقول ايه، انا ده اللي انا عايز اقوله. هل اللي هيقول لك مالكش دعوه وانا حر انا عايز اشرب لا بالعكس، ده انا ثبت لي الاجر مرتين. نعم. يعني اجر ان انا نصحت واجر انه اساء الي. نعم. واخد بالك؟ ثبت لي الاجر مرتين. لكن القضيه هو لما يتطاول علي انا زي ما قلت لك قبل كده، انت النهارده لو طلع الاخ مصطفى والله كده، طب انا بياما بيتقال عليا، لو طلع الاخ مصطفى مثلا قال وجيت قابلتني وقلت لي انت ابن كذا، هقول لك جزاك الله خيرا وليا اجر عند الله. لكن لو جيت قلت لي الاسلام مش عاجبني ودينك ده ما ينفعش، ما ينفع ولا كلنا ولا حد يوافق. سؤالي للسادة المشاهدين: هل توافق على تصالح الفنانين مع الدعاة وتوافق على تصالح دكتور عبد الله بدر وكل الدعاة مع السادة الفنانين ووقف حدة الخلاف ومبادرة الأستاذ الفاضل المطرب الجميل مصطفى كامل؟ نعم أم لا؟ ابعت رسالة 94172. أنا عارف في مداخلات كثيرة جدا، لكن احنا يعني بنقول ابعت رسائل أفضل علشان احنا عايزين المبادرة تتم كما نريد أو كما يريد الله تبارك وتعالى بهدوء واستقرار. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الأستاذ أحمد فرحات، وجهة نظرك في اللي بيحصل ده.
اهلا وسهلا بيكم جميعا. اولا انا كنت قاعد بتفرج على فكره، واللقاء شيق جدا، بس كان ليا شويه وجهات نظر زي ما سمعت. اتفضل يا فندم. اولا حريه الابداع فين يا عم دكتور؟ حريه الابداع فين؟ حريه الكلمه والابداع، ادي واحد. اتنين، حريه ان انا اعبد او اكفر دي بتاعتي مش بتاعتك. حريه الابداع واحد، لازم نحافظ على حريه الابداع، لان مش هنبقى متحضرين الا بحريه يعني. نعم. كل الحالات وبالذات حريه المبدع. نعم. ده ربنا قال لك ان عرضنا الامانه على الجبال إن عرضنا ايوه والأرض فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان يعني الانسان حر ان يعبد او يكفر، صح يا فندم؟ وأنت تقول لي صح وغلط. لا أنت بتطلع كلامك وأنا هقول لك اللي اللي صح أستاذ أحمد طرحت سؤالينك. أولا أنت توافق على هذه المبادرة في الوفاق بين الدعاة والفنانين؟ طبعا أوافق. تؤيدها؟ أوافق. نعم. إحنا زي أسنان المشط، المسلمين كلنا زي أسنان المشط، لازم يبقى سواسية مع بعض. نعم. بس كل واحد عنده حرية إبداع أو عنده فكرة. ورد عليك الدكتور سؤالك لسه قيم. أخلص. كل دي أسئلة يعني؟ اتفضل يا أستاذ. أن يعبد أو يكفر هو حر طبعا، ده كل واحد حر طبعا في الحتة دي. الحتة كمان اللي عايزة أضيفها لسيادتك إن العمل السينمائي مش معمول يخش البيوت، معمول للسيما. فإذا كان في لقطة كده ولا كده معمول لجذب الأولاد الصغيرين لأن يخشوا السيما دي ويدفعوا فلوس للتذكرة. الفضائيات ما بتجيبش الأفلام السينمائية دي، بتدخلها البيوت. بس المفروض في رقابة هنا. نعم. طيب خلاص نسمع الرد. اتفضل يا دكتور. أولا اتفضل سيادتك. مفيش حاجة عندنا اسمها وانت راجل مسلم. قبل ما انسى بس انت تعرف الزحمة فرحات؟ طبعا شفته وهو صغير؟ والله اسماعيل وابتديت ارجع تاني فن الحمد لله. اولا استاذ احمد عشان ما تحاسبش بين يدي الله وحسابك يبقى شديد، مفيش حاجة عندنا اسمها في الاسلام انت حر، لا انت عبد لله مؤتمر بأوامره ومنتهي بنواهيه. تمام. انا ضربت لك مثالا او ضربت مثال. انت حضرتك دخلت المدرسة وانت صغير، وانا دخلت المدرسة وبنتي دلوقتي في المدرسة. بنتي بتحب تلبس اللي على كيفها، صح كده؟ وما بتحبش لون الازرق ده نهائي. لما دخلت الاعدادي فرضوا عليها اليونيفورم اللون الازرق. تقدر ما تلبسوش؟ لا يمكن، ده نظام مدرسة، يبقى ما تخشش المدرسة. حضرتك نفس القضية، انت دخلت الاسلام يبقى لابد ان تكون مستسلما لله رب العالمين. مفيش حاجة اسمها انت حر. اللي يأمرك بيه ربنا تقول سمعت وأطعت، واللي ينهاك عنه ربنا تقول سمعت وأطعت. المفروض صح كده؟ وده القاعدة اللي حطها القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، عشان ما تقولش أنا بختار، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام؟ إذا أنا لما أجي أقول أنا هأبدع، أولا لازم أفهم كلمة إبداع. إيه هو الإبداع؟ خلاص، عشان أنا أكون مبدع، الإبداع أن أنا هأبدع في شيء، أنني سأقدم شيئا للناس يبهرهم. خلاص، هذا الإبداع أنا لست حرا فيه، إنما بيحكمني فيه ديني. تمام؟ بيحكمني فيه ديني. أنا هسألك سؤال صغير وبسيط جدا. لو إن حضرتك أول أستاذ مصطفى راجل متزوج، خلاص؟ انا متزوج والله. خلاص طيب، انا مش عايز امثل عليك عشان ما تزعلش. لا مش هزعل. لا طب خلاص همثل عليك وانت اللي فضيت لنفسك. الان وانت ساير في الطريق في الشارع، بدا ليك انك انت تحتضن زوجتك وتقبلها. رحت ماسكها في قلب الشارع حاضنها ومقبلها. حكم الناس هيكون عليك ايه؟ انت حر؟ لا هو طبعا هنا بقى الحته اللي انا فيها ادي بقى الحته، انت حر. لا انت، انا بكلمك كمسلم مش بكلمك ككافر. لا انا بكلمك كمسلم. انا بكلمك كمسلم. ينفع تبوس مراتك في الشارع؟ هنا لا. وانت كمسلم حتى لو في اوروبا، انت كمسلم، انت كمسلم. شوف التعبير، يبقى مش مسلم. لا والله لا، يبقى انت خالفت الاسلام. شوف انا بقول لك ايه، انت كده يبقى خالفت. المسلم بيمشي بدينه في كل حته. يعني انا كمسلم بمشي بديني في كل حته. يعني انت بتقول انا لو في اوروبا، طب انت لو في اوروبا هتسمح لنفسك تنام مع واحده في حديقه عامه مثلا؟ اذا انت ما انت في اوروبا. ليه ما انت في اوروبا؟ شوف تعبير. اذا اللي بيحكمك ايه؟ الله اكبر. تعالى يا دكتور نوضح صوره مهمه جدا. انا بس عشان ارد على قضيه ثانيه. ندخل البلد، نخرج بالحديث بس. معلش عن الموضوع. استاذ احمد، لا معلش. لا انا عايز اقول كلمتين الله يرضى عليكم عشان في مسلمين يا جماعه. الحمد لله.
نتكلم كأن احنا ما نسبش بعض حاجة، انما كل ما يخالف ربنا انا مرضهوش. صحيح. انا ما قبلوش. نعم. انا راجل مسلم وعايز اقابل ربنا مسلم، ونفسي اقابله مسلم صالح. الله يبارك. احنا جايين النهارده نقول ان احنا مش عايزين نسب بعضينا، انما مش عايزين نروح بقى لحته اصل البوسه والنام في الشارع والتمثيل والابداع، خلينا بره الكلام ده. انا بس عايز اوضح نقطتين. هدف واحد واضح. اللي احنا ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها حريه. انا عندي دين بيقيدني وعندي رب هيحاسبني. كذلك برضو الحكايه، احنا عندنا كارثه اصلي. هو قال حته حط ايده على جرح خطير جدا لازم ابينه للناس. الله يرضى عليك. اتفضل. حته مهمه جدا. الحته المهمه جدا اللي هو قال ايه؟ قال ان احنا عندنا حريه كفر وايمان. لا، الناس فهموا الايه غلط. الآية اللي ربنا بيقول فيها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله يسامحه، أحد الدعاء غير المتخصصين قال إن ربنا سبحانه وتعالى كفل حرية الكفر وحرية الإيمان. ده خطأ شنيع جدا في تفسير الآية وفي تناولها، وأنا من المتخصصين في علم التفسير. خطأ شنيع ليه؟ لأن هذه الآية أهل التفسير قالوا وعلماء العقيدة قالوا فيها كده، قالوا إن اللي يحمل هذه الآية على التخيير والحرية فقد كفر. ليه؟ لأنك أنت لما تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أنت حر بين ده وبين ده، فسويت بين الاثنين. إنما الآية مش مسوقة مسوق سياق التخيير، لا، دي مسوقة سياق التهديد. والتهديد إزاي؟ لما اجي اقول للاثنين من اولادي اللي عايز فيكم يلعب يلعب، شوف تعبيري، اللي عايز يلعب يلعب واللي عايز يذاكر يذاكر. خد بالك بقى، اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا كل تخيير يعقبه وعيد فهو تهديد. نعم. لما اجي اقول لهم اللي عايز يلعب يلعب واللي عايز يذاكر يذاكر، بس اللي يسقط هفرجه، يبقى ده مش تخيير، ده تهديد. ده نقرا الايه بقى صح. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للإيه؟ يا سلام. ما تقوليش بقى ربنا بيخير. لا، ده تهديد واضح. ماشي يا أستاذ أحمد. خلاص. نخرج من هذا الحوار بأننا في مبادرة جميلة تبناها الأستاذ مصطفى كامل، وافقت عليها إدارة القناة. جاء مشكورا دكتورنا الدكتور عبد الله بدر الذي بدا عليه التسامح واللين في كل كلماته، وهكذا هو الداعية الإسلامي، وهو دكتور في علم التفسير، وأنا شخصيا أتعلم منه منذ سنوات الكثير والكثير. لكن المسألة لم تكن خصومة شخصية بينه وبين فنانة معينة أو بين داعية وفنان، لكن زي ما توصف القناة هنا غير معنية أصلا بالأفلام ولا المسلسلات. مش قصدين نجيب فيلم نعلق عليه ولا مسلسل، لا نعنى أبدا ولا نهتم بالمسائل الفنية، لكن مسألة كانت سياسية، كان رأي سياسي، وكان الخصومة شكل معين. لكن هل توافقون على هذه المبادرة بين الدعاة والفنانين، خاصة دكتور عبد الله بدر والفنانين الذي أعلن صراحة في هذه الحلقة أنه هو وكل مريديه سيتوقفون تماما عن أي نشر لأي كلمات أو أي إساءات أو أي صور أيا كانت تخص السادة الفنانين، وهي مبادرة أعتقد يا أستاذ مصطفى أنا أعتقد أن احنا وصلنا لشيء. وأنا بشكره عليها والله التسامح. إن شاء الله نبقى من متابعين الدكتور عبد الله عشان يقول لنا صحيح ما ينقصنا من الإسلام. احنا مش عارفين. يعني أنا أتمنى كلنا كفنانين وكل زمايلي اللي شايفيني، الناس اللي يعنيها أمر الاحترام، لأن أنا حتى في مهنتي أنا شخصيا كراجل فنان أو كراجل نقابي مسؤول، أنت تعلم تماما أن أنا عانيت كتيرة وهاجمت بسبب الإسفاف اللي موجود في الفن عندي كموسيقي. أنا ماليش دعوة بالمجال التمثيل. نعم. كلنا أمنيتنا، احنا طالبنا كل جهات الدولة من فضلكم ادونا صلاحية الضبطية القضائية، لأن احنا اللي هنقيم مهنتنا عشان نوازن فيها بين الصحيح والرديء. احنا بنطالب بده كنقابة. أنا بطالب بيه كنقابة ولا زلت بطالب بيه وهطالب بيه وزير العدل يديني الضبطية عشان الإسفاف والشيء السيء مش عايزه. يوم ما أنت تيجي تشوف إسفاف عندي تيجي تحاسبني أنا كراجل مسؤول أو زمايلي المسؤولين في المجلس تقول لي أنت المسؤول وأنت كبير الإسفاف ده يبقى أنت المسؤول عنه. اديني أنا صلاحية إن أنا اللي أقول لك ده رديء، لأن كل فنان محترم. وأنا لا أخفي عليك سرا إن أنا كلمت امبارح زملائنا الفنانين الكبار اللي أنا بعتبرهم قامات، الأستاذ هاني شاكر، الأستاذ محمد ثروت. الناس دي كلها خلي بالك مستاءة من أي رديء عندي أنا. احنا بنتكلم على الموسيقى. نعم. برضو عشان ما حدش يخلط كلامي، لأن أنا عارف إن ممكن ناس المهن. احنا ما قلناش وما اتفقناش وبتاع.
انا بكلمك كراجل مسؤول في نقابه المهن الموسيقيه، انا وزمايلي كلهم احنا امنيه حياتنا ان احنا كل رديء حوالينا يختفي، عشان البني ادم حتى اللي شاطر في مجاله يقدم ما يليق باولاده انه يشوفوه حتى. يعني انا نفسي كل اللي يعرض من خلالي او من خلال النقابه اللي انا مسؤول عنها اللي انا احب ابني يسمعه، حتى لو فرضنا، لان انا حبيت على صوت ام كلثوم مثلا، ما عمري ما سمعت للست دي لا غنوه مخله ولا غنوة رديئة ولا غنوة فيها إسفاف. أنا حبيت أستاذ مصطفى المبادرة التي بدأتها وردة الفعل الطيبة جدا من القناة ثم من دكتورنا الدكتور عبد الله بدر، إحساسك أنت الشخصي وأنت من الوسط الفني، يعني إحساسك أنت الشخصي هتنال إعجاب كل إنسان محترم وكل إنسان شريف وكل إنسان نظيف، هتنال احترامه جدا. أي إنسان عايز يهجص وعايز يهوبص ممكن هيبقى ضدي وهيبقى معترضني، لان من امبارح ابتدت شويه حاجات. انا ما بيهمنيش حاجه، انا ما بخافش غير من ربنا اللي خلقني، ودايما اي حاجه بعملها عن قناعه شخصيه. وتعمدت في اول حلقه اقول انا لا جاي وكيل عن حد ولا جاي بصفه حد ولا جاي، بس انا متاكد ان اللي شايفني وانسان محترم وبيخاف ربنا ونفسه صالح مجتمعه وصالح ولاده وصالح بيته وصالح اهله، ويفخر قدام زوجته ان هو بينتمي للفن، لان الفن فيه ناس محترمين كتير قوي قوي قوي. حتى لو فرضنا ان فينا فئه ما هياش مظبوطه، انا بقرها ان في الدعاء ناس مش مظبوطه، وفي ضباط الشرطه ناس مش مظبوطه، وفي الحكومه ناس مش مظبوطه، وفي الاطباء ناس مش مظبوطه. فهيصدقنا كل محترم. النهارده انا لا اخشى غير غير ان الناس بس تسفه من اللي احنا بنعمله. اللي احنا بنعمله ده حاجه يشهد عليها ربنا سبحانه وتعالى. يا استاذ مصطفى احنا متوقعين، وزي ما قلت لك في ناس لا تعيش الا على جراح الناس والامهم. نعم. يعني في ناس والله الذي لا اله الا هو، انا بحلف بالله، كان بيطلبني بعض الصحفيين وبعض اصحاب القنوات علشان يستثيروني واطلع اخبط عشان يبقى في رد فعل تاني يوم الصبح، تصريح وجرايد يبقى في ونقعد شغالين كده، لان هؤلاء فعلا هو ما يعنيه في النهايه ايه؟ يعنيه خبطه اعلاميه ويعنيه خبطه صحفيه، مش يعني ان يبقى في وطن متوافق ولا وطن هادئ ولا ناس بتحب بعضيها ولا ناس عايزه مصلحه بعضيها ولا بلد اهله بيحاجوا على بعضيهم ولا اهل دين واحد عايزين يدخلوا بعضهم الجنه واخدوا بيد بعض. هي دي مش قضيتهم. القضيه للاسف احنا عندنا، وده اللي مزعلني، ان احنا عندنا للاسف الشديد ناس لا تسبح الا في البرك ولا تعيش الا على الام الناس. هو عايزك تشتمني وانا اشتمك عشان يقعد يكتب ويسخنك ويسخني، وانت تقول وانا اقول وانت تعمل وانا اعمل، وهو شغال على كده. دكتور عبد الله قبل ما نختم باسم البطله دي هنقول ربنا يهديهم، حتى الفئه دي هداهم الله يا رب ربنا يهديهم. دكتور عبد الله صرحت امبارح ان انت بتعتزل الاعلام على شاشه قناه الحافظ للخبر. أكيد. هذا الامر ساري طبعا انا مصر عليه. بص يا استاذنا الفاضل، انا لي منهج في حياتي، وهذا المنهج انا يمكن دفعت ثمنه من عمري ومستقبلي. أنا في فترة من الفترات أحد القساوسة القابعين في قبرص وهو زكريا بطرس أساء إلى الإسلام وسب النبي بأقذع الألفاظ واتهمه بأبشع التهم، وما خرج أحد ومن برأ أحد للرد عليه، وأنا الوحيد اللي خرجت في مصر وقتها ورددت عليه بما هو أهله، ومع المحاضرة السابعة قبض عليه. تمام. ووجهت لي تهمة إحداث فتنة طائفية، وأنت عارف أمن الدولة كان شغال إزاي. وكان وقتها البابا بتاعهم اشتكاني شنودة، والدنيا قامت عليا ان انا راجل بعمل فتنه طائفيه يومين. لما دخلت امام وكيل النيابه، ومع ان وكيل نيابه امن دوله لكن عنده دين، الدين غلاب في النهايه. شو ما بقول لك ايه، الدين غلاب في النهايه. فعز عليه ان انا اكون جاي في قضيه زي دي، ازاي انا بدافع عن ديني وبذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض عليا ويخش مثل هذه القضيه. فالرجل اخذ على عاتقه امر انه اداني قرار ما كانش حد متخيله، واخلى سبيلي من سرايا النيابه. الا اني مهما كان يخلى سبيلك من سرايا النيابه كان لازم ترجع لمباحث امن الدوله تاني. فلما قعدوني من مباحث امن الدوله مره اخرى جلس معي احدهم، والكبير بتاعهم انا دعيت عليه واقسم بالله مات بسكته قلبيه على مكتبه. مصطفى رفعت ده انا قنت عليه الليل اسبوع كامل ان ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه شر انتقام. بعد الاسبوع بالضبط جه كتب خبر انه هو على مكتبه جات له سكته قلبيه. اقسم لك كما اقول كده. زي اللي ظالمني الان ان انا بدعي عليه انه يبتلى وربنا لا يعافيه. كده انا الظلم ده شيء فظيع طبعا. فالظابط ده لما قعدت معاه سالني سؤالا واحدا،
قال لي بص انت مش جاي لنا في مشكله ولا سلاح ولا قلب نظام حكم ولا بتاعت مالكش لازمه عندنا باللفظ كده. وانت والله كما انت هتخرج من هنا تروح، بس قبل ما اروحك انا هسالك سؤال واحد. لو خرجت من عندي ولقيت زكريا بطرس ده لسه بيتكلم هتعمل ايه؟ قلت له هرد عليه برضه. قال لهم رجعوه السجن، عايز ترموه لحد ما افتكره. واترميت 2 سنين معتقل بدون محاكمه في السجن. ليه؟ لان انا ليا موقف ثابت عليه اني لن اسمح ان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا واقف على قدمي، واخد بالك، وهسكت. واترميت 2 سنين. المشكله مع القناه التي فجرت بالامس هي كده. انا شايف ان في هجمه شرسه على الاسلام والمسلمين. مساجدك الان بتهان، الدعاء الآن بيسخر منهم وبيوهانوا وبقوا هم مادة السخرية في كثير من القنوات للأسف الشديد. وتطاول عليك غير المسلمين وبقت القضية غير طبيعية وغير عادية. أنا قلت لك التهاون في حقي، أنا ممكن أتهاون في حقي، لكن في حق الإسلام وحق الله وحق الرسول وحق ثوابتنا لا. فاللي حاصل اني هبدا اخش في سكه ثانيه. السكه الثانيه ان بعض اخواننا الدعاء اللي بيجوا في القناه والوعاظ، ويمكن اصبحت هذه سياسه القناه مع الدكتور عاطف، اني لا الرفق واللين. انا راجل فاهم ديني كويس ان الرفق ليه مكانه والغلظه ليها مكانها، وفي فرق كبير جدا بين ان اكون داعيه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وبين ان اذب عن ديني. ايوه نكملها بس وجادلهم بالله. نعم. وبين ان شوف انا بقول لك ايه، وبين ان اذب عن ديني. شوف انا بقول لك ايه، وبين ان اذب عن ديني. الذب عن الدين ده ليه وضع اللي هو ربنا اللي بقى واغلظ عليهم. لما يطلع واحد قليل الادب ويسيء الى الاسلام ويتطاول على الاسلام، واسمع واحد يقول لك اصل الاسلام ده دين رجعي ما يقدمش نهضه وكان ينفع للبدو في الصحراء، ما تقوليش بقى رفق ولين وحلم. لا، الناس دي لازم يترد عليها صح، ولازم يبقى لينا واقفه معاها صح. فلما احس ان السياسه اللي قدامي هتبقى مخالفه لده، انا مش هدور في فلك المنظومه دي. هي دي مشكلتي بقى، مش هدور في فلك المنظومه دي. لو بعدت عن هذا انا عايز بس اسال عبد الله بعد اذنك. وخاصه هكمل بس جزئيه بسيطه، وخاصه ان انا وجدت نفسي بقى هخش في صدام مع بعض الاسماء وبعض المشايخ وبعض الالقاب، يعني هنقع في بعضينا. اللي هو شايف كدعاء اللي هو شايف بقى ان ده دور الحلم والرفق واللين. لا يا حبيبي، كل حاجه ليها مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يدعو احسن الكلمه استاذ مصطفى ولان للناس. لكن لما طلع شعراء، وانت راجل شاعر، لما طلع شعراء وبداوا يقرضوا شعرا في سب الاسلام والمسلمين والنبي، قال حسان بن ثابت قم فاهجهم. شوف الرد، هتعرف الهجاء يعني ايه؟ ده نوع من انواع السب. واقرا بقى دواوين حسان في هذا قاطعه. قال له قم واهجهم وذب عنا وجبريل معك. عشان كده علماء الشريعه والعقيده قالوا في فرق بين الدعوه وعرض الاسلام وبين الذب عن الاسلام. مصر إن صارت المسألة على نفس النهج طبعا. أما إن تغير النهج طبعا موجود. أنا في فرق بين لما تطلع، لما يجي الأستاذ مصطفى راجل عنده شبهة. شوف أنا بقول لك إيه، يعني أما يطلع واحد يقول إيه، الأستاذ مصطفى يقول إيه، أنا عندي شبهة ليه النبي اتجوز السيدة عائشة وهي صغيرة. شوف عرضها إزاي، هقول له أستاذ مصطفى ربنا يجزيه خير وتعالى اشرح لك ليه. لكن لما يطلع واحد يحرضها زي ما قلنا لك بقى كده، اصل النبي ده كان بتاع عيال وخد بنت صغيره، تقوم تقول لي الحلم والرفق واللين. لا، مع اسلوب العرض لابد له من رد. لا، اصل في فرق احترام المتبادل طبعا. في فرق بين ان انت قاصد سب وتنقيص لشخص النبي، وفرق ان في شبهه في دماغك وعايز تفهمها. دكتورنا من سعادتك لحد اتفضل استاذ مصطفى عشان ننتقل للسلاح. مش حضرتك بس، هو الاقل منك معرفه بكثير وانصاف معرفتك، ولا حد هيقبل عن سيدنا النبي ولا على الاسلام. والله يا اخي في ناس مع هذا الكلام، في ناس مع هذا الكلام لسه بتنادي ان احنا نقابل بالرفق واللين ما ينفعش. ما هو انت ده اللي مزعلنا، ده اللي مزعلنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك افانت تكره الناس احنا اتفقنا. انا ما بكرهش. لا ما هو انت لسه قايل لابنك انت بتقول له هتروح تلعب يا تروح تذاكر. نعم سيبه. شوف انا لسه بقول لك سيبه لا ليه؟ انا مأمور باني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اني وغير كده، وان انا القى الله وكان امر الله لي في مقال فلم اقل.
فيقول الله لي لما لم تقل؟ فأقول له خشية الناس، فيقول إياي حق أن تخشى، فيؤمر بي وألقى في نار جهنم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت مصر إن سار على هذا النهج، لكن لو تغير أنت أعتقد أن القناة لا تستطيع أبدا أن تستغني عنك، لأنك من الدعاة المرموقين، ويكفينا أنك لا تخرج في مكان إعلامي ولا منبر إعلامي غير هذه القناة. أصل هقول لك على حاجة. أنا بالأمس وده اللي آلمني. بالأمس أحد الإخوة الأفاضل قال لي إيه؟ قال لا احنا نسيبهم كده ومش عارف ايه. نسيبهم كده ده خطأ شرعي. انا هأسأل عن هذا بين يدي الله. من رأى منكم منكرا فليغيره. انا هأسأل عن هذا. هتسيبهم كده يبقى ما تعرضنيش كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هو المطلوب مني ان انا اهان وينتهك ديني وما ردش. الله، هو المطلوب مني يا اخي. المسألة واضحة جدا. استاذ احمد والله ما احنا مشكلة حقيقية. تعالى نتكلم دغري بقى يا دكتور عبد الله. طب اخد انا هدي لك فرصتك كمان. ليه بس الدعاة دخلوا في يعني كل الدعاة دلوقتي بتتكلم في السياسة. طب خلينا برضه زي ما انت رفضت. طب هرجع لحضرتك سؤال مهم دكتور عبد الله. طب ناخد الاستاذ احمد فرحات في جزئية بسيطة علشان احنا الراجل دخل علينا ما اتكلمش غير مرة واحدة بس، وبعدين نرجع للحوار. استاذ احمد، المبادرة انت ايه وجهة نظرك فيها؟ انت سألت اسئلتك والرد اقنعك بتاع الدكتور؟ الرد اقنعني طبعا، انا كنت مقتنع بيه اصلا، بس بتنكش يعني؟ بس بديله فكرة ان الواحد ممكن يفكر كده. مش انا طيب مش انا. نعم بعض الناس طيب نعم. نصيحتك للسادة الفنانين؟ أنا نصيحتي مش للسادة الفنانين بس بعد إذنك يعني. طيب. نصيحتي للسادة الفنانين والناس الصحفيين والناس الإعلاميين والمنتديات اللي بتيجي في الناس ليل ونهار دي، نعمل رقابة من نفسنا. أنت عارفة كل واحد عمل رقابة من نفسه وعلى نفسه هنبقى خير أمة نزلت للناس أخرجت للناس. وكل واحد يعمل رقابة على نفسه هنبقى أحسن حاجة كإبداع كدعوة. فاحنا نحاول ما نسفش ونقول ان الدوله ليها دورها بالرقابه بتاعتها طبعا، وان شيوخنا ليها دورها. بس انا لما واحده او واحد يبدع بطريقه معينه فكره معينه ممكن يكون غلط، ما بقولكش ده صح، بس اديله فرصه، لان هو ممكن يطلع واحد حرامي بعد اذنك. لا انا عايز اقول اوضح لحضرتك الصوره بس. يروح مدخله الهجوم. استاذ احمد يعني انت بتعرض وجهه نظرك حتى وان كانت مخالفه للدكتور، وقلت له عندي اسالك يا عم الشيخ 1 2 3 رد عليك بكل لين، لكن لما تيجي تدخل تقول له انا غير راضي عن الدين وتسب الدين بشكل معين او الاسلاميين، ده حصل فتم الرد. خلي بالك ده حصل فتم الرد. بس معلش بقى، انا عايز وجهه نظرك انت كفنان برضه. جاي لك بقى. اقول لك اللي انت ما تعرفوش عن معظم الفنانين، انا خلي بالك ما اقدرش اضيع ثواب ناس كتيره جدا. نعم. انا اقسم برب هذا الماء الطاهر اللي قدامنا 90 أو 95% من فنانين مصر بيتصدقوا ويعملوا أعمال خير وجواهم ربنا قوي. ممكن يكون ساعات ما بيبقاش راضي عن جزء من اللي بيعمله، ولكن زي ما تطرقت مع الدكتور عبد الله بدر مثلا لما جينا نتكلم في خالد يوسف. خالد يوسف ألم يكن هذا هو الرجل اللي قدم لك حين ميسرة وقدم العشوائيات بوسختها؟ ممكن تقول لي هو المشهد ده سيء، فيقول لك بس المشهد ده حاصل في حارتنا وفي حارتكم. استاذ مصطفى انا هندخل في حاره انا يعني دي منطقه مسدود وضع عليه وعلى كلامه وعلى موقفه من الاسلام وعلى حاجات كتير خالد من الناس اللي حاربت النظام اللي حبسك. انا بص ومن النظام اللي قهرني وقهر ولادي. ايه الفايده من انك تحارب نظام بعد كده تحارب اسلام؟ ما ينفعش. خالد ما بيحاربش الاسلام. ده ليه تصريحات مطلع على كل تصريحاته، علشان احنا مش كل تصريحاته اعلم انه راجل شال على استاذ مصطفى انا عايز ما نخصصش شخصيه بس. خلي بالك الجرح ده انا ما حدش عارف ان انا جاي منهم هنا. طب الله يرضى عليك بالله العظيم ما كلمت حد فيهم عشان نغلق الجرح ده، لان انت هتفتح جرح انت ممكن تكون شايفه جرح. لا جرح هتفتح جرح كبير جدا. انا الخلاصه اللي انا عايز اقولها ايه، علشان بس ما نذكرش بقى الناس باسمائهم. بلاش اسماء بلاش اسماء. انا عايز ليه بلاش اسماء؟ لا مش عايز كده. كل حاجه استاذ مصطفى انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك في النهايه خالص، انت اذا كنت بتعمل فن علشان يبقى من ورا منه هدف تمام، والهدف ده سامي، خلي بالك وخلي الوسيله ساميه. ما هي الوسيله كانت ساميه ماشي. انا بقول ده رقم 1. وانا نفس الحكايه، لو الغايه عندي ساميه برضه لازم الوسيله هتكون عندي ساميه. انا بقول يا اخوانا
لو ظهرت بعض الحدة في نصيحتي في بعض الأحيان أو في انتقادي في بعض الأحيان، ده كان للأسف نتيجة الضغوط المتكاثرة علينا، وفي نفس الوقت العناد اللي بنشوفه من الناس اللي قدامنا. أنا فرقت لك بين شخص طالع والله لو بيعمل أكبر المصائب وهو يدرك حقيقة ما يفعل ويأمل أن يتوب وربنا يتوب عليه، ده ترجو منه الخير. ولكن لما يجي إنسان يصر على معصيته ويتهمك أنت إنك أنت اللي متخلف، وأن أنت اللي ظلامي، وأن أنت اللي ما بتفهمش، واللي بيعمله هو اللي صح، هذه المسائل اللي بتزعل. هذه أنت أنا رحت مرة وأنا أحج في إلى بيت الله الحرام، وكان يوم وقفة عرفة يوم جمعة خلاص. وبعدين فوجئنا بإن الأخ اللي وقف يدعو ربنا يديله الصحة رب، من بعد ما صلينا الظهر والعصر قصرا في عرفات إلى أن غابت الشمس، هذا الشخص واقف على رجله كده بيدعو ويبتهل ويبكي، وإحنا خلفه، إحنا نتساقط وهو واقف ما اتحركش يشرب في عرقسوس ويكمل لحد ما صوته راح. في وسط هذا المنظر المهيب فوجئت واحد بملابس إحرامه على عرفات الله يوم المغفرة راح قاعد على صخرة ومولع سيجارة. عزيز عليا المنظر ده، إنك أنت وسط الهالة دي تبارز الله بمعصية. فتوجهت إليه بمنتهى الأدب ورايح بقول له يعني بالله عليك ما تفسدش على نفسك اليوم ده، ما فيش داعي منها، بل اعمل اليوم ده بداية التوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عشان الايه بيتعدل. زي اقسم لك بالله زي بكلمك كده. قال لي وانت بالك انت عندك حرام؟ قلت له ان شاء الله. قال لي عندنا حلال، واقسم بالله لو رجعت مصر لا اشرب حشيش. النوعيه دي من الناس تقول عليها ايه؟ ده انت انا عايز اسمع استاذ مصطفى انا عايزين نسمعك. يعني انت دائما ابدا ما تسال، انت جاي هنا ضيف نجم، فانا مش عايزك تسال اكتر ما تتسال. يعني انت لا انا عايز وجهه نظرك عن المشكله وكيفيه البدء بالمبادره. عايزين ننجح في المبادره دي. والله انا ما عنديش وجهه نظر غير اني بقول لك ايه، الحلال باين والحرام باين، وكل واحد عارف كويس جدا هو بيعمل ايه صح وبيعمل ايه غلط، وكل واحد فاهم كويس. والناس اللي قاعده بتشوفنا والناس اللي بتؤازر ناس ممكن تكون فاهمه ان هي غلط، وفي ما هو في يوم القيامه كله هيطلع هيتعلق كله وكله هيتظبط، وهي معروفه كلها. انا بس كان كل همي ما بقعد كده الايام دي، يعني احنا بعد يناير دي لو انت تفتكر وانا معاك، افتكر لو ترجع لي الشريط بتاعي هقول لك احنا ربنا، قلت لك احنا ربنا مد ايده معانا مادة مع البلد دي مش هتحصل غير كل 300 سنة، بس للأسف احنا شعب جايز ما نستوعبهاش. افتكر ده وهتلاقيها عندك في الشريط، وقلتها على قناة دريم وقلتها على كل القنوات. ربنا مد ايده مع شعب مصر مادة حلوة قوي، بس احنا ما عرفناش نستخدمها كويس. فلما بقعد اتفرج صعبان عليا اولادي، وحاسس ان انا ما رحتش لحتة حلوة، مش رايح للأمان. طبعا الدكتور مرسي كرئيس للجمهورية هو رجل من حقه يقود زي ما يقود، ولكنه برضه هو متشكك في الآخرين، فمضطر يجيب ناس من اللي عنده. فالناس اللي عنده ممكن تكون كلها مش كفء، وممكن تكون ناس من اللي أزرت بره شايفة ان هي كانت تبقى أكفأ هنا. فكل حد ليه عنده دماغ، فاحنا ماشيين ب 700 مليون دماغ دلوقتي. مصر ماشية كل واحد عايز يطبقها على مزاجه هو وعلى دماغه هو. ممكن في دعاء عايز يطبقها بشكل نخليها بس دعاء بس، وفي فنانين عايزه تبقى فنانين بس، وفي رقصات عايزه تبقى رقص بس، وفي سياسيين عايزه تروح تتناول بره وترجع تبقى. والنهايه مجتمع بيضيع، ولو موتنا احنا ولادنا هيضيعوا، لان على الاقل احنا فاهمين شويه. عشان كده انت عملت المبادره دي وهي محسوبه لك. مش فاهم خالص. ام جورج من بدري معانا على التليفون، هم مانعين كل المداخلات، لكن لما لقيوا ام جورج تحديدا علشان احنا في المصالحه قناه الحافظ ما قدرناش نقطع عليها الخط، وقلنا لازم تداخل. ام جورج السلام عليكم. عليكم السلام. ام جورج. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا مربيه. نعم. بالمعاش، كنت مديرة مدرسة. نعم. عايز اقول حاجة، انا اللي شايفاها قاعدة تملي جنب التلفزيون اعصابي باظت. المهم ان احنا ما نتكلمش في الحاجات الصغيرة، ده عمل كذا وده عمل كذا وده عمل كذا. جميل. عايزين ننفذ اللي في القرآن. القرآن قال ايه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا.
مش القرآن قال كده؟ نعم. يعني كلنا مع بعض، ما فيش بقى حاجة اسمها فلول وحاجة اسمها قبط وحاجة بالإبراهيميين ولا مش عارفة ايه. وقال ايه؟ وأعمالوا فسيرى الله أعمالكم يعني استشهاداتك من القرآن كلها يا أم جورج. استشهادك من القرآن كله. نعم. استشهادك من القرآن كله رغم انك أم جورج. في حتة بقى نعم. وفي حتة تانية في بقى من عندنا احنا. قولي اتفضلي. حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم وصلوا للذين يسوءون إليكم. ده تكملة للقرآن. كلمتك بقى في المبادرة الجميلة للفنانين وللدعاء يا أم جورج تقولي لهم إيه؟ بص، ربنا خلقنا وعطي كل واحد مخه وعطيله القرآن وعطيله الإنجيل، كل واحد حسب دينه وقايل له اعمل كذا وكذا وكذا. اللي مش هيمشي اللي في القرآن ولا في الإنجيل هيحاسبه هو. ليه احنا كل واحد يحاسب التاني؟ انا كنت مديرة مدرسة وانا مسيحية، بس قلت لازم نعمل مسجد في مصلية في المدرسة. نعم. ورحت منظفة فصل، وقفت للدادات ينظفوا الفصل، ورحت قلت لهم عايزين حصيرة، لسه عقبال ما يجيبوا بفاتورة مش فاتورة. قلت للمدرسين انا هطلع 2 جنيه، وقلت لهم كل واحد يطلع فيكم جنيه، واشترينا حصر للمصلية. الله عليك. اشكرك يا أم جورج، مبادرة جميلة منك، وكلمة دي برسلها لنقابة المهن التمثيلية، بكلمهم شخصيا في المسألة وبقول لهم شايفين أم جورج بتقول إيه؟ شايفين امرأة مسيحية جميلة تدعو إلى الوفاق. يا نقابة المهن التمثيلية يا اللي طلعتوا تقولوا ما عندناش فكرة، أنا اتصلت بيكم الأستاذ أحمد صيام الأستاذ محمود عامر، وعلى اتصال دائم بيكم لتتمة المبادرة، ونحن نمد الأيدي من قناة الحافظ تطبيقا لمبادرة وكيل نقابة المهن الموسيقية الأستاذ مصطفى كامل. كان عندنا في الحافظ المبادرة كلنا شجعناها وأيدناها. دكتور عبد الله بدر بذاته جه وعبر عن مشاعره تجاه المبادرة وأبدى كل ما هو جميل، وقال سوف أتوقف عند هذا الحد. على فكرة الدكتور عبد الله اعتزل الإعلام أمس، ولكنه قال لن أعتزل المبادرة ولا هذا اللقاء مع الأستاذ مصطفى كامل وفنانين الجمال. أصر أنه يجي مع الدكتور عاطف عبد الرشيد رغم إعلانه لاعتزال الإعلام أمس، كان مصر أن يجي للمبادرة علشان يعرف الجميع أن الدعاء وأن الدكتور عبد الله بدر شخصيا متسامح ويدعو إلى التسامح ويدعو إلى صفحة جديدة في 2013. عايز أخذ رأي الأستاذ مصطفى كامل في عجالة، ودعوتك للدعاء ودعوتك للسادة الفنانين والموسيقيين سواء في التمثيل أو الموسيقى. والله هفضل بكررها لك وبقول يا رب بحق جاه المصطفى عليه الصلاة والسلام إن إحنا نبقى شعب جميل، نرجع تاني القيم الجميلة اللي كانت عاداتنا الحلوة ونفوسنا الحلوة، ونرجع نحتضن أفكار بعض. حتى الفكر مش مجرد أنا نفسي نبقى بلد كويسة، لأن إحنا نستحق نبقى أحسن ناس في الدنيا. إحنا بجد نستحق نبقى. الواحد لف العالم كله وطول ما هو في رابع ولا خامس يوم هناك أروح قايل لزوجتي أقول لها لا بنت اللذينة اللي هناك دي جميلة، بس احنا مش عارفينها. بنلف العالم بندفع الألوفات عشان تقول انا طالع باريس وطالع بتاع، وانا ماشي انا ومراتي اقول لها بنت اللذينة دي حلوة قوي بس احنا مش عارفين نقدرها. انا نفسي ربنا يكرمنا، ربنا هيكرمنا بحبنا لبعض، باحتضاننا لبعض. السادة الدعاء مشايخنا الأفاضل اللي على راسنا من فوق، أنا نفسي يبعدوا عن السياسة. أنا برجو رجاء من كل مشايخ مصر يبعدوا عن السياسة. مالناش دعوه الدكتور مرسي بحكومته بيعملوا ايه. احنا بنساند مصحف ربنا وانجيل ربنا لمسيحيينا اخواتنا اللي هنا في مصر. احنا عايزين كل واحد يتخصص فيما هو فيه. دعوتك للدعاء بالبعد عن السياسة. طب دعوتك للفنانين. أتمنى والله العظيم، والله العظيم أتمنى. وخلي بالك الفنانين أصل بيبان اللي ملوش في السياسة وما بيعرفش يتكلم، خلي بالك يا عيني هو مش فاهم، هو بينزل بنفسه بس هو مش واخد باله. لأن الرويبضة والشيء الدكتور عبد الله بقى يكلمك عن الرويبضة، احنا ما أكثر الرويبضة الأيام دي بيبقى باين.
ومفهوم. الشخص السفيه اللي بيتكلم في امور العامه ايا كان، فنان مش عارف بره، فنان رياضي بتاع كوره بتاع فجأة كده تلاقيه بقى سياسي خلي بالك متعمق. ما بيحطش غير من شأنه هو. صدقني الناس ما بقتش عبطة، احنا شعب كلنا فقيق. عارف مصيبة المصريين ايه؟ ان هو الشعب الوحيد اللي فاهم في كل حاجة، يتكلم في كل حاجة، فكله هارش بعضه وكله فاهم بعضه. فهلوة. خطواتك الجايه يا استاذ مصطفى في المبادره هتعمل والله العظيم انا لو طلت اتكلم حد من اللي موجودين كلهم اصحابي وكلهم اخواتي، انا ما كلمتش حد من اللي انا ذكرت اساميهم كلهم طبعا، بس وحياة اولادي لو طلت اروح لواحد بيته ان احنا نصنع مصر. بلاش وحياة اولادي، قول والله العظيم كان حليم فليحلف والله العظيم والله العظيم لو اطول اشوف واحد من اخواننا دول واخواتي وحبايبي وهم ناس مبدعه وناس جميله وناس عظيمه. والدكتور عبد الله لما الواحد اتقابل بيه وجها لوجه لقيت راجل طيب وجواه خير، بس وجواه غيره على دينه، وده حقنا كلنا، وانا لازم ابقى كده انا كمان. انا هروح لواحد وهكمل، وبامر الله لو استدعت تبقى 3 و4 حلقات مش هخلي الدكتور عبد الله يعتذر عن الاعلام، لا هنكمل وهنكمل لغايه ما نبقى ايد واحده، ونتعهد ان لكل واحد شغلته ولكل واحد مهنته ولكل واحد اسلوبه في فكر الحياه. بس المهم البلد دي تطلع ونقول يا رب يا كريم باذن الله نبقى احسن ناس، واحنا نستحق نبقى احسن ناس واحسن بلد. كلمه اخيره من دكتور عبد الله بدر. والله انا بدعو الله سبحانه وتعالى انه فعلا يالف القلوب وينزع الضغينه. بشكر الاستاذ مصطفى، انا اولا سعيد بيك جدا يا رب يخليك، وسعيد بكلامك جدا، مع اني كنت جاي متحفز جدا ومش عارف ايه اللي هيكون جدا لكن وجدت انسان فعلا يكفي ان انا اقول لك انك انت عندك حس ديني يا رب، راجل عارف دين، يعني حاسس دينك، دي مهمه جدا عشان تبقى عارف. وان كنت بقول لك حاجه ان الحمد لله الدعاء والاسلاميين بيبقى ليهم في كل حاجه، الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليهم في السياسه وليهم في كل حاجه، لكن زي ما قلت لك احنا محتاجين لحته صغيره قوي. الحته الصغيره دي اللي انت بتدور عليها دي، ان احنا محتاجين نتعامل مع بعض بحب قوي. بالظبط، بحب قوي. دي الحته اللي انا حاسسها منك، واللي انا بقول يا رب تكون. يعني انا لسه فعلا كنت بقول لبعض اخواننا اللي بيحصل في مصر ده وجعني قوي، والله وجعني قوي قوي قوي. وكنت لسه قال محاضره من يومين منفعل فيها وبكيت ان فعلا اللي بيحصل في بلدنا ده وجعنا كلنا. لاني انا قلت كلمه وهعيدها على الهوا دلوقتي، وقلتها في محاضره في مسجد وهسمعها لك دلوقتي، هسمعها لهم. المشروع الصهيوني وصليبي كان بيسعى، ولما تقرأ بروتوكولات حكماء صهيون، إلى إيقاع الدول الإسلامية الدولة تبلغ الدولة. الدول الإسلامية وقعت ما فاضلش غير مصر. فبقول لكل شاب ولكل راجل ولكل من يعمل بالدعوة وبيعمل بالفن وبيعمل بأي حاجة، أي مجال، بقول لهم جميعا، وأنا صرخت بدي من قلبي ودي أبكتني، إني إخواننا في الدول الإسلامية اللي وقعت، فين العراق، فين ليبيا، فين سوريا، فين تونس، فين اليمن، الدول اللي وقعت دي كلها ما لقيتش حضن ليها غير مصر. كلهم عندنا. لما تقع مصر تفتكر هنروح فين؟ هتقع مصر بينا يا دكتور. انا بقول لهم بينا كلنا، هتقع مصر بينا كلنا. تفتكر هنروح فين؟ دي قضيه كمان. مسيحي ومسلم وفنان انت مش هتلاقي ومثقف ومهندس، انت مش هتلاقي حضن. بلدك دي لو وقعت مش هيبقى قدامك غير اسرائيل. انت مش هتلاقي حضن، لان مصر هي اللي حضنك كل دلوقتي. هم بقى كل التخطيط دلوقتي ان يوقعوها، هي اخر المعاقل. انا بقسم بالله انها مش هتقع، بس لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونفهم ايه اللي بيدار حوالينا، ونسامح. انا مسامح. مسامح يا دكتور عبد على الهواء. نعم، انا بقولها على الهواء. كل من اساء الي انا مسامح. اللي اساء الي، وكل من اسأت انت اليه، وكل من انا اسأت اليه يا ريت يسامحني. ربنا يبارك فيك يا رب. كلمه اخيره من استاذ احمد فرحات. بطمنكم على مصر. ربنا قال في كتابه العزيز ادخلوا مصر ان شاء الله امين. والرسول قال ان اهل مصر في رباط الى يوم الدين. فانا بطمنكم جدا جدا على مصر، ومصر ان شاء الله قادره تقف على حيلها، لان ربنا قال كده والرسول قال كده، والمسيح الحي قال ايه؟ سلام. قال على الدنيا السلام، على الناس السلام، وللارض المسره.
فان شاء الله مصر بامان وبخير طول ما احنا فيها، وربنا قوي الدكتور مرسي. اشكرك يا دكتور استاذ احمد. كلمه اخيره بس. كلمة أخيرة الكل مصر على انشوده والله انا خلي بالك عشان دمعنا جوايا حاله شجن لا عايزينك تدمع انا بس حتى لو اتهم بالتملق من حد، لان انا عارف النفوس الضعيفه انا بأعلنها هنا وبقول انا جيت بمحض ارادتي الشخصيه، حتى صفه النقابيه مش ما بستعملهاش. انا جاي مصطفى كامل المواطن المصري اللي جاي نفسي بلدي تبقى حلوه. انا مش جاي هنا لا طمعان لا في مناصب ولا انا في حقيبه وزاريه ولا هنتمي للحريه والعداله ولا للنور السلفي. انا جاي مصطفى كامل لما ابقى اتدين ولو التحيت بقى في يوم من الايام. انا مش جاي لاي هدف. لا قول المفاجاه كمان قبل ما تختم، مين دخلك الوسط الفني؟ ما هو عارف بقى يعني هو الشيخ محمود المصري طبعا حبيبي واخويا، وانا بتمنى له كل الخير. واحنا اخر مكالمه لينا كانت من سنه ونص تقريبا. قلت له محمود انت اللي دخلتني الوسط الفني، وانا بقول لك ادعي لي عشان ربنا يهديني، ربنا يكرمني وربنا يهديني. انا مش جاي عشان ما حدش يتهمني باي حاجه. عايزت اقسم بالله انا ما عندي احلام. انا آية قدر نفسي. انا اسمي مصطفى كامل السيد، مهنتي فنان الى ان يميتني الله على الحال اللي هو عايزه بامر الله. مش هبقى في احزاب دينيه ولا في احزاب سياسيه، وجاي بضمير وبقلب، جاي لولادي ولصالح بلدي، ولن انتمي لاي حزب او تيار اسلامي على الاقل. ومعانا لغايه المصالحه ما تتم. طول ما انا فنان، فعشان معانا لغايه المصالحه ما تتم. اي حاقد او كاره او حد عايز يؤول ايا كان الحاقدين والكارهين، وانا قلت لك احنا مش هنسلم. وممكن هيتقال عليك زي ما انت بتقول متضلق، او يتقال عليا ان انا جاي لا ربنا تحت رهبه ولا خوف ولا بتاع. انا ما بخافش غير اعوذ بالله. ربنا ربنا سبحانه وتعالى هو عايز اختم في الانشوده برضه يعني. لكن مش هيطلعونا من هوا والله. انا لازم تقول حتى اقول انا هقول لك حاجه صغيره جدا. حتى لو اتقال ده عنك يكفي ان انت كسبت احترامنا. يا رب يخليك، ربنا يكرمك. انشوده خلاص كله هيسكت، الصوره هتروح عليك وانشوده خلاص ما فيش كلام. ده طب نقول ايه والله ما فاكر. يا رب الدعاء بتاعك برضه. نقول طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير الله. دكتور عبد الله لازم هيكافئك على الانشوده دي يعني. ده موسى الله يخليك تسلم. ديننا وقرآننا يا رب كده ان شاء الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العاملين بيه. امين يا رب العالمين. بيه والاستاذ احمد يسيني ربنا يبارك فيك يا رب. دي بداية المبادرة مش نهايتها. منتظرين الكثير والكثير من الإخوة الدعاء على شاشة قناة الحافظ، ويا ريت كل القنوات الهادفة تتبنى المبادرة، وعلى سائر القنوات حتى غير الهادفة. جزاك الله كل خير يا أستاذ مصطفى. دي البداية. وعدنا يا أستاذ مصطفى إن هو لو هيلف على واحد لابد وأن تنتهي المشكلة. الدكتور عبد الله بدر شخصيا كل ما لديه قاله، وقال أنا أوقفت كل شيء ومسامح في كل حاجة، واللي زعلان مني وحاسس ان انا اسأت له اتمنى انه يسامحني. وده اعتذار واضح جدا جدا، لا تحت تهديد ولا اي شيء. الرجل لا يخشى الا الله في اشد المواقف زي ما وصف. بقول في النهايه بلم الموضوع. قالوا له روح، بس لو شفت القس ده قال كده تاني، قال لهم لا برضه هرد عليه. قالوا له ارجع قعد سنتين مرة تانية. المسألة لا خوف ولا رهبة، لكن المسألة حب في هذا الوطن وحب في مصر، ونحن نكمل المشوار. شعار برنامجنا من نبض الوطن ثوار أحرار. هنكمل المشوار بإذن الله تبارك وتعالى، بإن احنا نتصالح ونتوافق وناخد بلدنا ونبنيها بإذن الله. شكرا لحسن المتابعة. بشكر كل من وقف خلف هذه الحلقات. أشكر أستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد رئيس القناة، أستاذ جمال عبد العظيم مدير القناة، الأستاذ تقي نائب مدير القناة، أستاذ مدحت بيومي مدير الإعداد، الأستاذ محمد عبد الرحمن اللي أمتعنا وأتحفنا بمداخلة جميلة، وكل فريق المصورين الموجودين والإخراج الجميل والإعداد الرائع. شكرا لحسن المتابعة. بكرر تكرار شكري للدكتور عبد الله بدر
شكر جزيل على تشريفك يا فندم. شكر جزيل أستاذ مصطفى كامل على تشريفك، أستاذ أحمد فرحات، وشكري لدكتور خليل مرسي اللي وصل فورا لكن الحلقة قد انتهت، وشكري الجزيل للأستاذ وجدي العربي أيضا وصل متأخرا، لكن احنا بنكمل في الأسابيع القادمة كل هذه المبادرة. شكرا لحسن المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحلى الأوطان في نظري يا بلادي، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي، حبك مطبوع فيني